حلقه النهارده من البودكاست مع عمرو وعز، صحاب اكبر لوكال براند في مصر. ان يور شو باع لاكتر من 150 الف شخص وباع اكتر من 500 الف برودكت. في الحلقه دي بنتكلم هم ازاي بداوا، ازاي عرفوا يكبروا في بزنس، وازاي اي لوكال براند مصري يقدر ينجح بالطريقه اللي هم نجحوا بيها. انتوا الاثنين اتقابلتوا ازاي؟ في 2018 كنت انا لسه، او في 2017 اخر 2017. كنت انا في الجامعه. عز كان عندي على انستجرام. عز كان عندي ازاي على انستجرام ان واحنا اصغر شويه كان في نادي اسمه نادي هولوليدو، فاحنا عارفين بعض كده، اللي هو لو شفته هسلم عليه بس ما عنديش نمره تليفون يعني كده. وساعتها كنت انا بحب الشرابات المختلفه قوي. بس ساعتها حاجه زي كده ما كانتش موجوده. دي كانت انسان يعني. كانت وانا في الجامعه بقى، يعني دخلت جامعه في 2013، فهي في ايام الجامعه كنت بسافر المانيا. فكنت بجيب دايما الشرابات المختلفه دي عليها رسومات وايموجيز بتاع. ودايما الناس بالنسبه لها دي حاجه شكلها مختلف قوي. بس لحد ما في مره انا فاكر كنت راجع في باص الجامعه وبتفرج على انستجرام ستوريز، فلقيت عز منزل صوره شراب انا عندي واحد زيه، كان شراب موناليزا. فقلت له بقول لك ايه، احنا لازم نفتح لاين شرابات مع بعض. ايه ده على فكره، انا مش عارف انت بتهزر بتتكلم بجد، بس الشراب ده انا اللي عامله. ساعتها في 2017 في موضوع انا اللي عامله ده كان حاجه غريبه، يعني ايه. فحسيت لا ان الموضوع مش هزار، فجاه كده اللي هو قمت عدلت نفسي قلت له لا انا حاسس ان في بجد بوتنشال، عشان انا كل ما بلبس شراب انا كنت الشرابات دي اصلا كانت انت بتجيبها من بره بقى، بتخلي حد يجيبها بسنه مسافر، فانت بتحافظ عليهم قوي، هي كلها مش بتلبسها كل يوم يعني. فقلت له لا انا كل مره لما بلبس شراب زي ده الناس دايما بتكومنت عليه قوي، ودايما اتس ان ذا باك اوف ماي هيد كده. فقال لي انا كمان وكنت عايز اعمل كده، بس ما كملتش. انا عملت السامبل بس ما كملتش. فقلت له لا طب هات نمرة تليفونك. طب يلا بقى. ونزلنا في الكلام ده كان في اكتوبر 2017. الكونفرسيشن دي اللي حصلت، الكونفرسيشن دي فريمد عندنا في المكتب، كونفرسيشن كده بالظبط. ما تيجي نعمل لاين شربات مع بعض كذا كذا كذا، وبعد كده بتنتهي كده بيقول لي ما تيجي نعمل كده بجد. وي توك ات اوف لاين، نزلنا عملنا ميتنج، طب احنا عايزين نعمل ايه، طب الشغل دي بتعمل ازاي. طب ساعتها في الكلام ده في اخر 2017 قعدنا 6 شهور بنتعلم بقى. طب اي كوميرس، فساعتها برضو الاي كوميرس كان لسه بدري شويه. يعني كورونا ساعدت ان هو يجري شويه، بس يعني ساعتها كانت دايما الناس بتخش انتوا مكانكم فين. لا هو احنا اونلاين ستور. يعني ايه حضرتك انت بتطلب وبيجي لك على البيت شركه شحن. طب لو ما عجبتنيش هينفع ترجعها بجد. ودلوقتي وانا بتكلم وانا بقول كده كانها الكلام ده كان من 30 سنه، بس الكلام ده كان من كام سنه. وبنتريشن ريت بقى بتاع اي كوميرس زاد قوي بسبب الكورونا. فدلوقتي بقينا في حته احسن شويه. ساعتها ما عندناش خبره في الفاشن، ما عندناش خبره في الاي كوميرس، بس شايفين ان في بوتنشال وبنجرب. فكل واحد فينا حط 15,000 جنيه، عشان كده احنا دايما بنقول احنا بدأنا بتمن ايفون. انا حطيت 15,000 جنيه وعايز حط 15,000 جنيه، وبدأنا انستجرام بيج فيها 7 شرابات صورين على وايت باك جراوند بس. ومن هنا بقى بدأت وسميتوه ان يور شو. عايز اللي سماه ان يور شو. بجد؟ انا سميتها ان يور شو. بعد كده كنت عايز اغير رايي بس عمرو ما وافقش. في يوم كده صحيت قلت له بقول لك انت متاكد من موضوع ان يور شو ده؟ اصل انا وكل الاوبشنز اللي قلتها وقتها كانت فاكرها بقى، فاكرها الاوبشنز. مش عايز افتكرها. بس انا فاكر ان انا واحنا الاسم اصلا، فكره ان انت تسمي براند دي بجد حاجه صعبه قوي قوي، عشان انت دايما بتفكر الاسم ده هيعيش معاك. فانا قلت لعز، قلت له انا بحب قوي الاسامي اللي ليها معنيين، فتعالى نفكر في حاجه زي كده. نام شويه كده وبعد كده قال لي ايه رايك في ان يور شو. فاول ما سمعته كده اللي هو لا لمس معايا قوي، وقلت له برضو let's sleep on it. وهو ليه المعنيين، وعشان ناس كتير مش بتاخد بالها من الموضوع ده، هو ليه literal meaning عشان احنا بدأنا بشرابات، وبعد كده المعنى المور جينيريك اللي بنبني عليه دلوقتي اكتر، اللي هو if I were in your shoe I would get this cool product او join this thing. والاس دي دروبت عشان الدومين ساعتها. واحنا ساعتها ما كانش عندنا ويب سايت، ما كانش عندنا اي حاجه، بس بنفكر لقدام شويه. فقلنا احنا في يوم من الايام هيبقى عندنا ويب سايت. طيب inyourshoes.com لا موجود، inyourshoes.com مش موجود. احنا يعني دروبت اس عشان وي دروبد الاس انا فاكر عشان يبقى في تويست، وعشان والنهارده احنا كاس اي او احنا بنرانك على الديكشنري. فهي في مصر طبعا، مش في العالم بس في مصر. in your shoe السيرش وورد عليها اعلى من in your shoes. وساعات لما بتكتب على جوجل، ساعات مش دايما، لما بتكتب in your shoes
تقول له بيقول لك did you mean in your shoe. واو. شباب مصر الجديده هيبقوا عارفين كنا قاعدين في المولينو، أيوة. الترابيزه اللي بره خالص على اليمين، والويلانج دي اللي هو بدانا نبوست ال7 صور اللي موجوده أيوة، عندنا صور انستجرام. على انستجرام. يعني امتى كانت النقطه اللي انت حسيت اللي هو اوف ده في يعني potential؟ اول سربرايز كانت تاني يوم الصبح، انا فاكر قوي، عشان زي ما بقول لك فكره ان حد يبقى عنده لوكال براند او براند جديده تبقى موجوده من 6 سنين فاتوا كانت رير قوي. غير كده احنا محظوظين بسيركل اوف فريندز فيري سبورتيف، فساعتها هم كانوا بيعملوا ماركتنج للموضوع كأن كانوا بيزقوا البيزنس قوي بتاعهم بتاعهم. from day one. ودي حاجه، والناس اللي نعرفها واللي ما نعرفهاش. يعني انا لحد دلوقتي اكتر كومنت لما بقابل ناس وبيقولوا لي ببسط لما بيقول لي انا متابعكم من ايام ما كنتوا بتبيعوا 2014. شرابات. في ساعات في كاستمر من حوالي سنه كنت في ايفنت بتكلم، وقفني قال لي انت وصلت لي اوردر قبل كده. فدي حاجات انا بحبها انا قوي خدت تيبس قبل كده. مثلا. انا رحت خدت tips قبل كده؟ اوردر لقيته جنب بيتي فشخ، وخلاص بقى اللي هو خلاص ليترلي بقى. عمارتين، فخلاص هروح اوديه انا يعني. فخدت بعضي ورحت خبطت على الباب. اداك 15 جنيه ها؟ يعني الشغاله فتحت لي واديتها الاوردر، وبعد كده ادتني تيبس كده كده بجد؟ خلاص بقى هاخده اقول لها أيوة كده كده. لا. انا صاحب البراند، أنا صاحب مش البراند محتاج فعلا. حد اشرح لها. بس تاني يوم الصبح جالكوا اوردر؟ تاني يوم الصبح جالنا، انا فاكر قوي اول يوم ده قفلنا على 1000 فولور ده على انستجرام. ساعتها ما كانش مفهوم، انا مش فاهم ده ايه. وساعتها ما كانش في التيم اوف انيو شو. انا وعز كنا واخدين بلكونه مكتب ناس صحابنا، ده مكتبنا اللي فيه الكراتين واللي فيه الاوردر فولفيلمنت، وكنا بنعمل باك كده. ساعتها كان حاجه جديده قوي اللي هو الباك الكرتون، الشرابات ملفوفه فيه وكده. ففضلنا في الفترة الأولانية دي، أنا بخلص جامعة وعايز بيخلص شغل، بنروح المكتب بنرد على انستجرام مسجز طول اليوم، ناخد الاوردرز نحطها في اكسل شيت، نروح المكتب نعمل برنت للاوردرز ونحضرها، نقعد نلف الشرابات اوف. وشركة الشحن تيجي تاخد تاخدها الشرابات. تاني يوم. دي كانت اول سربرايز كده، وفضلنا مكملين فيها بنحاول بقى نكبر. فالفلوس اللي بتيجي انجكتد تكبر الكاتالوج. كل ده احنا لسه شرابات، احنا فضلنا كتير قوي شرابات. تاني بوينت انا فاكرها كويس قوي، ودي ساعتها اللي كنت انا انا بدات يعني لما بدانا اني شو كان فاضل لي شهرين في الجامعه، فانا اتخرجت بعديها بشهرين. كنت اوريدي متخرج وبتشتغل؟ انا هحكي لك الموضوع من البي او في بتاعي، من كده كده. مختلف تماما. فعشان كده سايب عمرو لا طب لا. بالظبط في حته حتة ثانيه في تانية حياته. في حياتها. بعديها بشهرين انا اتخرجت، بس كنت بشتغل في حاجات ريموت. بس كان في بوينت اللي هي حسيت انه ده هنا في بوتنشال حاجه اكبر بكتير قوي. كان اول بلاك فرايداي في 2018 برضو. ساعتها بلاك فرايداي ما كانش حاجه، بس احنا كنا عارفينه من بره عشان بنشوف الحاجات بره نشوف بقى ايه اللي بيحصل في امريكا، والهبل بنشوف ايه اللي الجنون اللي بيحصل بالظبط. بره. فانا فاكر كنت قاعد بتكلم في التليفون كده مع عز، وبيقول لي احنا بلاك فرايداي ده مش هنعمل فيه حاجه. فقلت له ايه ده، خليني طيب اقعد افكر كده ممكن نعمل ايه واقول لك، وتعالى نفكر سوا وكده. وبعد كده عملنا ديسكاونت، مش فاكره حتى، بس جربنا نعمل ديسكاونت. ما كانش فيه بقى اناليسز وانفنتوري تشيك واكسبكت وفوركاست، ما عندناش. كان احنا انستجرام بيج بنبيع. ساعتها كانوا 12 شراب، مش 7 ولا 8، ب 12 ديزاين. والتيم كان فيه شخص زياده، يعني انا وعز ومان زي شخص تاني بس. فانا فاكر ان اليوم ده كان يوم جمعة، ورحنا المكتب طول اليوم بنحضر اوردرز وبناخد الاوردرز وبتاع. فيومها بعنا 900 شراب. ساعتها بقى حسيت ان هو ده في انا دايما كده في حياتي بحاول دايما احسب في الشغل وفي كل حاجة كافيشنسي كبرودكتيفيتي ولا ايه. انا لما بشوف البيك وبعد كده بشوف بقى طب هو انا لو البيك ده بقى الافريج انا هروح فين. فانا سؤالي ساعتها انا البيك ده لو بقى هو الافريج، انا لو كل يوم ببيع 900 ببيع 900 شراب، الحمد لله احنا النهارده بنبيع اكتر بكتير. بس ده كان الجول، او دي كانت البوينت اللي حسيت اللي هو ايه ده، لا احنا عندنا opportunity قوي قوي قوي. في اول بلاك فرايداي. بس في اول باك فرايداي ساعتها سبت الشغل اللي كنت بعمله وركزت كمان فول تايم. ركزت فول تايم فولود باي عز. برضو عز كان سابقني شويه عشان هو انا كنت في كليه هندسه، فكنت 5 سنين وعز اكبر مني بسنه، فهو كان متخرج من قبليها بسنتين، فهو كان اوريدي بيشتغل. فبعديها بفتره هو كمان ساب بس، and then we took it from there. انا هموت اسمع قصه من ناحيتك. اكتر حاجه بحبها في البدايه بتاعت ان يور شو ان كل حاجه ما كانتش بلاند خالص. بس في نفس الوقت
شكلها structured او شكل الموضوع كده ان الستاب دي بتسلم دي صح قوي، مفيش حاجه معشوقه. مع ان احنا ما بيننا وما بين بعض كنا بنimprovise كتير قوي، لحد النهارده احنا بنimprovise، ودي حاجه ممكن اللي هو نتكلم فيها اكتر بعد كده قدام، ان انا ما اقدرش ابطل improvise في حياتي. حاسس ان انا لو بقيت planned قوي وكل حاجه مستحيل. مش هعرف خالص. في قصه لذيذه موت بالنسبه لي، يعني بتتاتش مي بشكل معين كده، فهحكيها لك بسرعه. وانا في المدرسه وانا صغير، في المدرسه بتاعتي كنا في البريك كنا بنقف نصلي كلنا العصر وبعد كده نبتدي نلعب. ففي واحد كان صاحبي قوي في وقتها، كان بيقف جنبي دايما بقى، عارف انت البادي بتاعك في البريك، طول البريك احنا مع بعض، فكان بيقف جنبي. فخدت بالي ان هو كل يوم بيلبس نفس الشراب، فانا كنت اللي هو يعني طفل رزل فضولي، فسالته هو انت ليه ما بتلبسش غير نفس الشراب ده كل يوم؟ فقال لي عشان انا بس بابايا ده البيزنس بتاع بابايا، عندي مصنع شرابات ومش عارف ايه. فاخدت المعلومه خلاص، جاوبت على سؤالي انت ليه الشخص ده ما عندوش غير براند واحده مكتوبه نفس الشراب. ما اعرفش ليه for some reason المعلومه دي فضلت عندي ما اعرفش ايه 15 years later مثلا. فانا كنت بشتغل في الاعلانات، كنت بشتغل كرييتيف في شركه اسمها BDO، وكان طول عمري نفسي يبقى عندي بروجكت. يعني عملت كام بروجكت كده قبليهم، ومن وانا في المدرسه لو مثلا في حاجه طلعت جديده الشباب كلهم بيشتروها، بروح انا اشتري وابيع للشباب في الفصل وبتاع. خطير. كان ده عندي الحته راجل بتاعت أعمال. كروت يوجيو بقى. يعني انا كنت لما كنا بنطلع كامبس مع المدرسه مثلا كنت بجيب معايا بويلر وكرتونه اندومي عشان عارف ان يا ابن الشباب اللعيبه، انت انت المان. انا هطلع سبوبه انتربرينور يعني زي ما ايوه ايوه ايوه. فجأة كنت قاعد انا كنت بشتغل في ادفرتايزنج، بحب شركتي جدا، بحب شغلانتي يعني، وبحب الناس اللي بشتغل معاهم، ودي اكتر حاجتين بيخلوا الواحد لو مش مظبوطين يسيب شغله. فانا كنت الحمد لله بشتغل شغلانه اصلا كان نفسي اشتغلها من قبل ما اتخرج، وبشتغل مع ناس بحبهم. بتدرس ادفرتايزنج؟ كنت بدرس ماركتنج، وخدت كام كورس ماينر ادفرتايزنج، بس كنت بروح ساعات انترن من وانا في اوكي الجامعه ادفرتايزنج ايجنسيز. فكان عندي كنت بحب الشغلانه دي. فدخلت وانا في بعد تقريبا كان بقالي سنتين، كل شويه يجي لي فكره بروجكت، واكلم مثلا حد صاحبي بقول لك ايه ما تيجي نعمل كذا، وبعد كده احس عارف لما برضه نفس الفكره you sleep on it and then you realize يو اكشلي لا. سليب اون اه خلاص. بالظبط. فما اعرفش for some reason اول ما فكره in your shoe جت في بالي، لا حسيت ان that's a winner. يعني الفكره دي ممكن تروح في حته. ساعتها بقى افتكرت، ما اعرفش ليه بجد 15 years later افتكرت ان انا في يوم من الايام وانا صغير سالت واحد صاحبي قال لي بابايا عنده مصنع شرابات. فتحت فيسبوك دورت على عمر، لقيت عمر، بعت له مسج بجد انا متخيل قد ايه راندم قوي. عمر ازيك ايه الاخبار، فاكرني كنت معاك في المدرسه، بقول لك انت قلت لي زمان ان باباك عنده مصنع شرابات، هو لسه في البيزنس ده ولا ايه؟ قال لي اه، وبعت لي رقمه. والعارف دي من الحاجات اللي هو انا بجرب حظي، بس هي مظبوطه قوي. انا بعت لواحد اداني رقم مصنع، وي اندد اب ان احنا بنشتغل مع اكبر مصنع في مصر وبيصدر لبره وبتاع، وعمل لي سامبل. بس انا بقى فيها مشكله ان انا بحس بساتسفاكشن معين كده اول ما اشوف السامبل قدامي، اللي هو خلاص يعني انا بحب قوي الكرييشن بتاعت الحاجه، بس ولما بتوصل لها بيحصل لي ساتسفاكشن ممكن يخليني اريح شويه. ودي الوقت اللي عمرو تدخل في الموضوع ده. فانا اكشلي اللي حصل ان انا السامبل اللي انا عملتها دي كنت ابتديت اخرج بيها، ولبسها في يوم حاطط ستوري، كانت لسه حتى الستوريز على انستجرام ما كانتش موجوده، وكانت حاجه بقى جديده حاجه وبتاع، اختراع. فبتصور اي حاجه وتنزلها ستوري. فانا حاطط رجلي على رجله ومصور الشراب ونزلته. انا فاكر اليوم ده كنت قاعد في البيت لما نزلت الصوره، وعمرو بعت لي، كنت انا بقالي فتره نايم على الموضوع، فانا اللي هو لقيت مسج بتقول لي لا يلا تاني بقى. فعمرو بيقول لي لا ده احنا نفتح لاين شربات بقى. فحسيت عامه، وانا بشوف عمرو بقى من قبل كده على سوشيال ميديا برضو شاب شاطر عمل كام بروجكت قبل كده، السيركل بتاعته صحابي، فاللي هو لا في بوتنشال ان احنا نكون بارتنرز مع بعض. فدي من الحاجات اللي خلتني اللي هو ابقى متحمس قوي، لا يلا بينا فعلا. انا على فكره الشراب اللي في الصوره ده انا اللي عامله، تعالى ننزل نتكلم. وواتس فيري انترستنج برضو ان انا عمري في حياتي ما كنت اتخيل ان انا اسيب شغلانتي. يعني إن لو جيت فكرت فيها، الواحد في ناس بتبقى عندها لايك دريم جوب او حاجه هو نفسه يكون بيعملها، وانا الحمد لله ربنا كان موفقني ان اللي انا كنت عايز اعمله انا فعلا كنت بعمله. فان انا اسيب شغلي دي كانت حاجه اصلا مش ما كانتش على الترابيزه، يعني انا ما كنتش اصلا بفكر فيها. ودي من احسن الحاجات اللي انا عملتها بعد كده، ان انا سبت شغلي، مش عشان ما بحبش شغلي، بس عشان ده ساعدني قوي قد ايه ان انا to grow my business. بس انا ما كنتش مستحيل اعرف اعمل كده لولا الراجل ده. يعني هو عمرو كان ساعتها برضه هو دخل دخله ذكيه جدا،
ما قاليش سيب شغلك عمره، بس هو قال لي هو ايه اللي لو حصل ممكن يخليك تكونسيدر ان انت لا تسيب ساعتها شغلك. ما كانش بالسياحه على فكره، احنا ساعتها بجد هو كان genuine كنا يعني، ما نايف كانش قوي. ايوه كنا نايف هو قوي ما كانش يعني. بيشغل على دماغه فكره عليا. حتى في رقم معين انا ايوه قلنا. هو قال لي هو ساعتها it was very genuine، بس انا دلوقتي يعني looking back سمارت. very smart. اتلعبت صح. هو بيسألني هو ايه انت امتى ممكن تكونسيدر ان انت تبقى يعني فول تايم ان يور شو بتاعه، وهو ساعتها كان لسه متخرج ففول تايم ان يور شو. فانا بقى عايز اصعبها سنه بس في نفس الوقت I don't mind it. فقلت له بص احنا لو جينا في شهر بعنا ب100,000 جنيه انا هسيب الشغل. واللي هو الحمد لله احنا دلوقتي مثلا ممكن نكون واحنا قاعدين دلوقتي مثلا جبنا نص الرقم ده. فانا بالنسبه لي ساعتها ده كان انا برميله قوي الرقم ده بعيد. تقريبا تاني تالت رابع شهر حصل فانا اتدبست اللي هو انا برضه انا راجل قوي وقد كلمتي. فانا ممكن طالما قلت كده. فجه قال لي بص احنا في مره اتكلمنا وانت قلت لي بتاع احنا بنعمل الارقام دي دلوقتي. قلت له عندك حق، لا انا هتكلم. وبعدين كان جات لنا فرصه سفريه لذيذه قوي مع انكيوبيتر في السعوديه، فحسينا ان لا انا عايزين نعمل كده وكان لازم نسافر 3 شهور نكون موجودين احنا الاثنين. فدخلت المديري ساعتها قيعي، قلت له انا كان عندي برضو حته ان انا مش عايز اسيب ده. انا الواحد ما بيصدق يعمل حاجه هو بيحبها وفي شركه مالتي ناشونال ومبسوط. فقلت له بقول لك ايه يا برو، انا قيعي اللي هو مديري بس احنا اصحاب قوي. قلت له بص انا عايز اجازه بدون مرتب 3 شهور، عندي الموضوع ده هخلصه وبعد كده ارجع. ومفهم عمرو الناحيه التانيه بص انا بسيب. ضحك علينا احنا الاثنين. قلت له كان انا عايز اجازه بدون مرتب 3 شهور. قال لي طب انا كده مش هعرف يعني، قال لي تمام بس انا مش متاكد ساعتها هعرف ارجعك ولا ايه. قلت له تمام انا عايز الاجازه دي. قال لي بيس. طلعت الاجازه وانا لحد النهارده لسه في الاجازه بدون مرتب بتاعتي، ما رجعتلوش من ساعتها. فكل حاجه كانت بجد اللي هو انت بتمشي كده مع الفلو بتامبروفايز، بس في نفس الوقت انت كل حاجه بتسلمك اللي بعديها صح قوي. فعمرك ما كنت بتكويستشن هو اللي انا بعمله ده يعني انا فاكر بعد ما سافرنا السعوديه ساعتها كانت بقى فريش، انا لسه سايب شغلي وانا ماشي انا وعمرو في الشارع في السعوديه كده مش فاكر كنا رايحين فين، وقعدت افكر ايه ده وانا فين وانا بعمل ايه، انا في السعوديه سايب شغلي وببيع شرابات. انا برضو بقنعه انا مش فاهم مش سايب شغلي على فاهم تخيل بقى مثلا شركه عنده في تك البيت ولا مثلا وهو بيقول لاهله ايوه شايفينه مالتي ناشونال وبيروح المكتب كل يوم وبتاع، فهو هيسيب كل ده عشان بتعمل ايه؟ بيبيع شرابات اونلاين. صدمه طبعا. بس الحمد لله يعني I'm so grateful ان انا اخدت الستep دي. ما مش مقتنع ان في حاجه اسمها حظ، بس احنا الحمد لله في توفيق حصل بشكل يعني كان بس محمسنا قوي. يا بص احنا في الكيس بتاعتنا كان الحمد لله اللي احنا عملناه ده ان احنا ركزنا في الوقت الصح لما لقينا بوتنشال and so on، وكنا كنا محظوظين جدا ان احنا كنا قادرين نعمل كده كريسبونسابيلتيز. كنت انا لسه متخرج وعز برضو متخرج يعني برضو متخرج من قبليه بسنتين، فاللي هو ما عندوش او ما عندناش حمل على كتافنا احنا نعمل كده. فعندنا الحمد لله يعني ان احنا عندنا الفرصة ان احنا نعمل كده. وغير كده بقى الداتا والفوركاستنج بتاعنا كان بيقول كده، والحمد لله ان الفوركاست اللي احنا كنا حاطينه ده كان صح. بس اي حد في الفتره اللي فاتت لما بيجي يسالني بقول له هو بيزد على حاجتين، كل هو كيس باي كيس. مش الصح انك لو عندك فكره النهارده تستقيل بكره الصبح، ومش الصح انك تفضل مكمل في الحاجتين. هي على حسب الكيس. و you have to trust your guts. اسمه صح. هي العلامات مليون في المية. بص هو انت مليون calculated في المية. risk 100%. انت بتشوف يعني pros و cons. بس انا اقول لك حاجه بصراحه، انت you're doing well و obviously يعني ما اعرفش لسه بتورينا انت مصور كام حلقه، فالموضوع is happening. وانا في واحد صاحبي في مره قال لي من حته مختلفه قوي بقى، هو برضو كنا بنتكلم طب وات اف انت كمان تسيب ومش عارف ايه. قال لي ان الستep دي ستيب ليترلي كل يوم بتبقى اصعب من اللي قبليه. يعني انت النهارده شاب عندك ايا كان كام 20 سنه، بعد كده هتلاقي نفسك انا عندي 30 سنه، بعد كده تلاقي نفسك انا اتجوزت ستيب اصعب بكتير. اول ما تبدا انا متجوز ومخلف وعندي وظيفه ثابته خلصت بتبقى بالظبط. اصعب. اول ما الاولاد يخشوا المدرسه بتبقى اصعب واصعب. فانت لو جيت فكرت فيها دايما بحب قوي اشوف ان الفتره اللي فاتت الموضوع كان عامل ازاي والفتره اللي جايه عامله ازاي. فهتلاقي انك انت لو كنت سبت من سنتين كان هيبقى اسهل لك بكتير من انك انت تسيب النهارده انت ديبندنت شويه. فانا ده خوفني قوي من حته لما عاوز اسيب وانا قاعد في بيتي فاهم وفي مصاريف مدرسه وبتاع، فمش عايز احط نفسي في عشان هو فعلا قرار صعب قوي. فلو بس في حاجه يعني
successful او somehow بذرة حلوة هتطلع لك حاجة انت شايفها، بس لازم تكون مصدق فيها. لا فكرة برضو خلي بالك انك انا مش متأكد اسيبه ولا لا، دي تخليك طبعا مش متأكد من نجاح الموضوع. وحاجة لما تبقاش الحاجة اللي انت مش متأكد من نجاحها دي يعني من اوحش الحاجات اللي ممكن تديها للبيزنس بتاعك، انك انت تدي عدم ثقة للبيزنس بتاعك او للفكرة بتاعتك. اهم حاجة تكون موجودة ان قد ايه ان انا واثق ان انا بعمله ده صح، ستيب من الستبس اللي بتثبت انك فعلا واثق ان انت بتعمله ده صح، ان انت you don't mind giving your all للحاجة دي. فاهم قصدي؟ فاهم قصدك فشخ. هي بس تبقى لقطه كده بينك وبين نفسك، اللي هو انا يعني حتى لما باجي افكر فيها بجد، انا دلوقتي بفكر فيها انا كيوسف، انا بجد ما اعرفش انا بعمل ايه. عارف الاحساس ده، الاحساس في النص اللي هو الاحساس بتاع وانتوا الاثنين بتمشوا في السعوديه، ولا تفكروا بينكم وبين مسكوا يا نهار اسود وانا في السعوديه وبيع شرابات. الاحساس ده اللي هو طب ماشي، بس احنا مش عارفين احنا بنعمل ايه ساعتها. اه بس يحضر عارف الفيجن. انا عارف انا نفسي اكون بعمل ايه كمان 10 سنين. اوكي، هل انت عارف انت كمان عشان 10 كده انت كالكليتد ريسك بالظبط. يعني انا مش بقول انا ماشي في السعوديه وببيع شغلات ومش عارف واليوم بيومه وربنا يكرم. على الله. لا على الله. هي على الله كده كده، بس انا عارف انا نفسي ايه وسايبه بقى على ربنا. بس انت عارف انت نفسك في ايه كمان 10 سنين؟ نفسك يبقى عندك البرنامج المعين على القناه معينه، او ان انت تبقى اكس او تبقى واي. اتليست عارف انت رايح فين. لو مش عارف ساعتها انا هفهم ساعتها ممكن لا انت محتاج تعرف الاول، بعد كده تبدا تدي ال 100% بتاعك. فاهم قصدي؟ انا حاسس ان في فرق كبير جدا بين، كنت انا لازم نتكلم في الموضوع ده. الاربع سنين اللي فاتوا انا عارف ان انا بقالي 4 سنين، بس انا بدات اكشلي بقالي مثلا 4 5 شهور، وده بدات تركز وتنفست بيج ديفرنس ما بين انت بدات امتى وانت بدات بجد امتى. ايوه فاهم. حاسين ان ده كان برضو طبعا في انيو شو طبعا. من ناحيه ايه؟ اعتقد من لما بدأنا نتحول من one product brand لفول فاشن لاين، عشان هنا ساعتها بقى اكتشفنا لا في حاجات كتير قوي محتاجين نتعلمها. واول ما ابتديت تهاير تيم برضو ديفنتلي دي فاهم ساعتها كان اللي هو انت مليون في قاعد المية. وشايف ان في ومع الوقت الموضوع بيكبر قوي، ان النهارده في بيوت مفتوحه بسبب اللي انت بتعمله ده. فلا انت ما تهزرش. انا ممكن احط نفسي في ريسك، بس مش هحط التيم بتاعي في ريسك. في الموضوع بيقلب انه بيبقى جد لما انا وعمرو كده لو خيشنا هسلم عليها برو، بص لو جالي فكره تانية هكلمك. بس احنا مش هنا. بالظبط في بالظبط. انا دايما بتفكر او ده بريشر معين ان احنا النهارده بالاوفيس والستورز والوير هاوس بتاعنا احنا حوالي 65 واحد، ما شاء الله. ففي 65 شخص معتمد عليك. فانت لو كنت خدت قرار غلط من 4 5 سنين كان 2 اللي هيتضروا. بس انت النهارده لو خدت قرار مش مظبوط احتمال في 60 بيت او 65 بيت يتضروا. فبس برضو احنا مش بنبص لها من الحته دي عشان الحته دي دارك قوي. في حاجه عايز بجد بجد بريشر بتبقى مخيفة فشخ. بجد. انت كده لو كده. فكرت فيها انا ليه انا ليه فاهم عندي حاجة. انا ليه عندي البريشر ده. ليه واحد عنده 29 سنه عنده بريشر انه في 60 بيت او 65 شخص معتمدين عليه. بس عايز بيبص لها من حته تانية، وهي دي اللي بحاول دايما افكر فيها. ان انت بالعكس، ده احنا ربنا بيكرمنا عشان احنا في 65 واحد. هو استخدامك 65 واحد ده خلي بالك ده الدايركت امبلويز. احنا عندنا 80 مصنع بنشتغل مع 80 مصنع. 80 مصنع دول العمال والموظفين اللي جوه. انت جزء منهم. صح. هم اللي شغالين وبيكبروا. بس ال 65 واحد ده اللي هو directly employed at in your shoe. فعايز دايما بيقول لك لا احنا ربنا بيكرمنا وبنكبر وبنبقى اشطر وبنعمل حاجات احسن عشان كده. عشان انت يعني سبب او ربنا استخدمك كسبب فاهم؟ من كسبب دخل انك انت تكونوا يعني من كرم ربنا علينا ان احنا عندنا تيم شاطر قوي وبيحب اللي هو بيعمله وعندهم سنس اوف اونرشيب ان هو ان يور شو دي بتاعتهم. ودي الانفايرمنت اللي احنا دايما بنحاول انها تبقى موجوده. وحتى هتلاقيني في كل سؤال بتساله لي بقول لك قد ايه احنا اتعلمنا ولسه بنتعلم، عشان مفيش حد يعني ما بيتعلمش لحد ما بيموت. وبعدين زي ما احنا بقول لك احنا سيبنا ابتدينا على طول. يعني في ناس كتيره قوي هم عدوا بمرحله اتعلموا فيها، فاحنا غصب عننا احنا كنا بالظبط بنعلم بعض وبنتعلم من الماركت اللي اي حد علمك. بنشتغل معاه. يعني عايز بالظبط. اشتغل في فيديو قد ايه؟ سنه سنتين ومشيت ورجعت كام شهر كده في انا عمري ما اشتغلت في فول تايم كوربريت جوب. يعني كنت بشتغل في المانيا حاجات سمر جوب انترنشيبس بارت تايم. عمري ما اشتغلت في كوربريت. بس ربنا كرمنا بناس بجد بتحب المكان اللي هم فيه. ودي الانفايرمنت اللي احنا دايما بنحاول تبقى موجوده. عارفين مثلا من بدري قوي ان مايكرو مانجمنت could kill the business. from day one عارفين ان مايكرو مانجمنت is bad.
ازاي ما يبقاش موجود، ازاي تدي تراست للناس. بعد كده تيجي طب ما احنا انت هتدي تراست للناس ممكن يغلطوا، بس انت لو ما اديت لهمش تراست او هم لو ما غلطوش مش مش هيتعلموا، هيتعلموا. مش هتعرف تنفست في الناس. فايه ايه الديسيجنز اللي تدي لهم الكاباسيتي او تدي لهم السبيس ده، وايه الديسيجنز اللي لا في الوقت الحالي من البيزنس محتاج تبقى هاندز اون انفولد مثلا. مثلا. بعد كده بدأنا في الاول كده كنت اتعلمنا انه ازاي وانت بتبني الستارت اب based on your resources، ان انت you hire generalists to build and then you hire specialists to scale. بمعنى ايه؟ دلوقتي عز وعمر موجودين في انيور شو، طب عايزين الشغل كتر، عايزين حد يساعدنا، فانت هتجيب اول تايم نينجا، حد يسبورت في اوبريشنز، يسبورت في الكوميونتي شخص مانجمنت يقدر يلف. مثلا. اوكي. بعد كده ايه ده، عايزين حد تاني، ايه ده هنجيب ديزاينر مثلا يعمل سوشيال ميديا ويعمل باكجينج ويعمل illustrations حاجة. ويعمل ديزاينز ويعمل كل حاجه. طب انت you are building you build somehow a small team. طيب لا بعد كده بقى انت عايز سبيشال تو سكيل، تجيب فاينانس مانجر جامد، تجيب اكونت ريسيفبل جوه الفاينانس ديبارتمنت، مش هات حد فاينانس في الكونتنت كريشن، تجيب حد كونتنت معين في الماركتنج، تجيب حد معين and so on and then you're hiring specialist بقى عشان تكبر. فده الحاجه اللي احنا متبعينها. اجان ربنا موفقنا ان هو مكان الناس عايزه تشتغل فيه، يحبوا انه اسمه يتحط في السي في، بيتعلموا. احنا عندنا ناس انترنز كتير، هم بدأوا انترنز بقالهم 3 و4 سنين النهارده ماسكين ديبارتمنتس، ماسكين شغل يعني بملايين الجنيهات، وهو كان هو بدأ هنا انترن. فدي حاجة أنا شخصيا بحبها قوي، إن أنا شفت البروجرس بتاع الشخص ده في الشركة عامل إزاي. مع كل الكلام ده managing people is the hardest thing in the job. بجد. انت شغلانتك انت لما بتكبر، احنا بنقول احنا مانجنج بارتنرز، ما عندناش سي او كو سي او الكلام ده. فمانجنج بارتنر ده مره كنت في انترنشيب ومديري في المانيا كان انجليزي قالها، انا من ساعتها معلقه في دماغي قوي. لما كان بيجي امبلوي جديد وهو بيعرف نفسه، فكل واحد بيعرف نفسه، بيقول هو بيعمل ايه في الشركه، ففي مهندس وفي ماركتنج وفي بيزنس. فهو كان بيقول ايه؟ كان بيقول my job here is to make sure that everybody is doing their job the right way. هو شغلانته انه يتاكد ان الناس بتعمل شغلانتها صح. ازاي؟ ان هو يتاكد ان هم عندهم النولج اللي محتاجينها، عندهم الريسورسز اللي محتاجينها، عندهم الهيرايكي اللي محتاجينها، عندهم الانفايرمنت اللي يخليهم يشتغلوا. لان انا دايما بفكر النهارده في حاجات بتحصل في الشركه انا ماليش اي علاقه بيها. يعني مثلا بنعمل كامبين جديده ولا برودكت، انا ما كنتش انفولد فيها، فبلاقي بس صحابنا مثلا او سيركس بتاع بيعملوا لي تاج على انستجرام فيري جود جوب، وانا لا يا جماعه ده مش انا، ده التيم. بس انا الحمد لله حظي حلو ان ربنا حطني في مكان ان انا الكاتاليست بتاع حاجه، ده انا اللي ساعدت ان ده يحصل ان اندايركت واي. بس لا ادي الناس حقها. البرودكت الفشيخ اللي انت شفته ده انا ممكن اكون ما اتدخلتش فيه قد ما اللي اتدخل فيه الديزاينر والكونتنت كريتور اللي صور والبرودكشن، الشخص اللي عمل كده، والراجل اللي في المخزن اللي اتاكد ان الحاجه تروح في المحل في الوقت الصح and so on. حاسس ان مانجنج بيبل بالنسبه لك نفس الكلام؟ بص، انا بالنسبه لي دي من اكتر الحاجات اللي انا بيرسونلي بحاول اتعلمها اكتر. جينا في الاخر حاولنا ان احنا يكون معانا اتش ار بيرسون موجود في الشركه دي، هاير من الهايرز الجديده اللي حصلت. فرقت معانا جدا عشان خاطر خلاص اتس اباوت تايم انك انت تتاكد ان في حد لو موجود، لو اي حد في الشركه محتاج حاجه يروح له. انا وعمرو مش بيكون صعب قوي انك انت تكون 100% في كل حاجه افيلبل ان اي حد يخش. ساعتها غصب عننا مش هنعرف نبقى بنعمل الحاجات الاساسيه اللي بتخلينا تو جرو ذا بزنس. واز مانجنج بارتنرز انتوا اللي الاساس ان انتوا want to expand 100%. واكسباند دي بقى في كل حاجه. برودكتس. بص على برودكتس كاتالوج من سنتين، بص عليه النهارده. بص على الفروع من سنتين، اوف لاين ستورز بص عليها النهارده. بص على الاكسبيرينسز، احنا النهارده بقى بنعمل ايفنتس وبنعمل حفلات. انا اصلا موضوع الايفنتس انا اي ونت جت انتو عشان موضوع الايفنتس بالنسبه لي مرعب، بس عايزك يعني فبالنسبه لي دي حاجه انا ستيل بحاول اتعلمها لحد النهارده. بس الحاجه الوحيده اللي انا ما عنديش شك فيها 100%، مفيش شركه جامده عندها تيم ضعيف، ومفيش شركه فيها تيم جامد قوي الا غصب عنها هتبقى شركه ناجحه. لان من الاول في الاخر كل حاجه بنعملها حلوه في ان يور شو is 100% عشان احنا بنشتغل مع ناس شاطره. وعشان كده احنا بنinvest في التيم بتاعنا، بنحاول نكبر دايما التيم بتاعنا.
سبب من الاسباب احنا ليه مشينا من اول مكتب رحنا تاني مكتب، ان احنا كنا عايزين التيم بتاعنا يبقى مرتاح وهو بيشتغل. كنا في مكان أيوة. صغير شويه، اللي هو انا مش مبسوط ان انا شايف حد مثلا قاعد متقدر شويه وهو شغال، فاضطرينا نروح مكتب اكبر. واحنا كان مثلا ممكن نكون تقريبا دفعنا 3 تايمز اللي كنا بندفعه في الاوفيس اللي احنا فيه، بس سبب من الاسباب ان احنا عايزين التيم يكون مبسوط وهو هي بيشتغل. دي شغلانتنا، هو ده اه الانفايرمنت اللي بالظبط. انت محتاج شخص يبقى واتس ان بيقعد في انفستمنت، مكانه، كان اي بيقعد حاجه في المكان ده اكتر ما بيقعد في بيته، والايفورت بتاعه ده بيطلعه، فانت المفروض تديهوله انك توفر له انفايرمنت بس ده كويس. it's a very interesting approach. عشان بحس ان اي حد بادئ براند جديد او ستارت اب جديده بيبقى عايز يوفر قوي 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 قوي، مش بس كمان عشان ان هو كابيتال دلوقتي مش معاه، بس they would rather reap الباقي كبروفيت ليهم بص انا هم. كنت لسه بتكلم مع واحد صاحبي في نفس الموضوع ده بالظبط، اه ان كنت بتكلم معاه انت you need to invest in your team، بس المايند سيت بتاعت ان السالري الكبير او الانفستمنت اللي بتحطها في شخص ده برضو ليه ار او اي زيه زي البرودكت. فاهم قصدي؟ ما هو الشخص ده انت بيجي بكي بي ايز ويور اكسبكتنج منه حاجات، فلازم المايند سيت بتاعت ان شركه مش لازم تستنى لما تبتدي. انا خلاص احنا ساعات بجد احنا لسه اليومين دول كنا بنتكلم على هاير كاليبر كويس، بس لسه بنشوف اذا كان هو هيجي على شغل كتير قوي ولا الدنيا اللي هو لا مريحه شويه. خلاص حد كويس ميك شور ان هو يكون موجود معاك، لان هو بكره هيكون عنده شغل يعمله. ولو انت بتفكر ان انت الكاليبر ده انا مش محتاجه دلوقتي، او انا محتاج احط فلوسه في حاجه تانية وبتاع، ده ممكن يخليك تنسى حاجه مهمه قوي وهي التيم بجد. اعتقد هي اتس ميكس اوف بوث، زي ما عز بيقول، لان مش هكدب عليك لو قلت لك ما كناش بنوفر ولسه بنوفر لحد كده كده دلوقتي، بس عشان ايوه ده طبيعي، ده it exists البيزنس. to survive. بس في نفس الوقت يعني زي ما بيقولوا ايه it takes money to make money. في الاول احنا فضلنا اعتقد اكتر من سنة في الاول قلنا بص، وفي الاول خالص واحنا عمرو وعز بنبيع شرابات، الفلوس اللي هتيجي احنا مش هناخدها، الفلوس اللي هتيجي هنعمل بيها كذا، هنعمل بيها كذا، وايه ده نكبر في البرودكت لاين، وبعد البرودكت لاين ايه ده تعالى نعمل ويب سايت، بعد الويب سايت ايه ده تعالى نعمل بقى بروبر شوت، نجيب حد يصور ونجيب موديلز اند سو اون. ودلوقتي بيبقى عادي بنخش بيبقى عايز حد في تيم الاتش ار عايزين نقعد نحسب فاينانسز، اقول لهم لا والله ده البادجت المفتوحه كذا وبتاع، يعني لسه بنعمل كده. بس في نفس الوقت انت بتبص لقدام انه ايه ده والله ده كاليبر كويس هيفيدني في حاجه ما كناش بنعملها بالشكل المعين هنعملها بالشكل ده، فايه ده get them on the team. كبر ال bigger team bigger السكيل. responsibilities. ده الحاجة اللي بتخلينا نعرف نسكيل ونجو اوت اوف السكوب العادي. احنا دايما بنفضل نقول ايه، مش عايزين الناس تحطنا في فكرة it's just another clothing brand, it's just another local brand. بس بصراحة ودي حاجة شابو ليكم بجد، من أول يوم البراندنج was not just another local brand، من أول القطة لحد المحل. القطة جت ازاي؟ عشان ده كان شانور one of our designers دخل لي كده في مرة بيقول لي احنا ليه ما عندناش ماسكوت لإن يور شو. احنا دايما في كاركتر معين قوي في الديزاينز بتاعتنا ودارك هيومر كده، وفي حاجات بتبقى اللي هو ليتل بيت كده فاهم. أنا كنت لسه أصلا بقول لهم على أنا الدروب ريت أو مش ما كانش دروب بس يعني اه عارف الليست ايوه بتاعها كان جاحد بالنسبة لي، لو أنا ما صدقتش إن أنت عملت كده، بس جامدين فشخ. احنا لحد النهارده مش انا عارف ان هي قطه، بس الناس ممكن لما تشوفها تقول هو ده قطه ولا ولا دب ده ولا. إيه؟ حتى في الديزاين ساعات بيطلع تشيل قوي، ساعات بيطلع باد اس، ساعات بيطلع انسنت كده. فقلنا له يلا، واكشلي عمل واسمه كاتشي عامه اسمه كاتشي؟ اسمه أوكي. كاتشي. ابتدينا نستخدمه في برودكتس شويه كده، اللي هو قلنا طب خلاص احنا هنعمل الماسكوت هنزحلقه كده كل شويه شويه بالظبط. لحد ما دلوقتي بتخش المحل فاهم. هو فش in your face. حسيته ان السويتش الحقيقي او one of the moments of اللي هو realization in this is getting very big كان اول physical store. اول ستور ده هو مبدئيا عز، هو دايما الليدر بتاع الستورز. جاحد والله ما شاء الله. لا لا بجد. ودي حاجة برضو يعني قلتها قبل كده ودايما بقولها، بس هو نفسه فاجئني قوي. بس ده ما كانش في اول ستور، ده كان في ستور بعديها، انه كان في ستور بنفتحه، كان ستور مهم قوي 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 عندنا. وحصل حاجة مع يعني الناس اللي ما تعرفش في الستورز عموما، انت بتجيب حد ديزاين بعد كده بيجيب حد اللي هو يشطب. فحصل مشكلة مع الديزاين هاوس اللي كنا بنشتغل معاه، واكشلي دي الكيس بتاعت البلاك فرايداي اللي هو كان بيقولها. فانت مربوط بعقود واليوم بيفرق،
بيخسرك من ناحيتين، بيخسرك من ناحيه الديزاين الشرط الجزائي اللي في العقد، وبيخسرك من انت يوم الاوبريشن بتاع المول ده لو انت Wasted دافع money فلوسه wasted money literally. فاللي حصل ان عز اللي دارس advertising وماركتنج شمر literally، وهو اللي عمل ديزاين المحل. هو عنده تيمز تحتيه ماشي، عنده بلاوي كل يوم. شهر 11 ده اصلا شهر بجد رخم، هو 10 و11 عشان بيبقى عندنا الوينتر دروبس، ودايما الكولكشن بتكبر فالحاجات متاخره فبيجري ورا المصانع وكده. وكان بيروح يقعد هو بس هو مش ديزاين بس، هو بيسكتش قوي وما يعرفش يعمل 3 دي ماكس، ما يعرفش يعمل ريندر. فكان بيقعد ستيكي نوتس كده عنده على المكتب، يقعد يرسم الكاونتر عامل ازاي، ويرسم الساين عامله ازاي. والفكره بقى مش كده، هو ما طلعش ستور عادي، هو طلع ستور جامد فشخ. الناس اصلا بتنحته برضه يعني، خلينا نتكلم بصراحه. واحنا بقى ده الريفرنس بتاعنا للستورز التانية يعني، اللي بقى هو عمل ستور واحد وبقى حب الموضوع، فبقى هو بيحط الانبوت بتاعه في الستورز التانية. عمل اب يعني، مش مجرد عمل ديزاين للستور عشان بس ايه نمشي الدنيا، هو عمل ابليفتنج للريتيل اكسبيرينس بتاعتنا كلها. انا حاسس ان ده جزء كمان كبير قوي من الموضوع، ان انت بتحب تمبروفايز. انا بحب امبروفايز، والحمد لله يعني احنا محظوظين ان احنا الاثنين بنحس ان ذوقنا كويس، والذوق دي حاجه يعني برايسلس. انت كبني ادم يعني بتعدي بحاجات في حياتك بتشكل ذوقك في الاخر. وده موقف احنا اتحطينا فيه احنا الاثنين. وانا بصراحه سبب من الاسباب برضو، مش عشان هو عمرو بيقول ان انا، مش عشان طبل لي دلوقتي فانا هعمل كده، بس انا بحب قوي الحاجات اللي هي فيها الحتة الكرياتيف، بس من غير ما اكون دايما معايا عمرو في حتة اللي هو احنا على فكرة، انا مش بتكلم على فكرة، مش فارق لي نفس إن نلحق بلاك فرايداي يعني، عادي نعمل حاجة مش صباح الفل. بس الحتة بتاعت ان انا بقى لما فتحنا قبل بلاك فرايداي انا قلت لا، احنا ما كناش فتحنا قبل بلاك فرايداي كنا بجد في يعني ده ممكن يكون من اكتر الارقام اللي بعنا فيهم، عشان الفرع ده ارقامه حلوه قوي يعني. بس اللي حصل ان احنا اتحطينا في موقف ناس اشتغلنا معاهم ما اتفقناش على الفيجن بتاع الموضوع، وفي ديدلاين محتاجين نفتح. وانا الحمد لله بحب اي حاجه فيها ديزاين في المطلق يعني، not a designer بس يعني I have the eye يعني زي ما بيقولوا. فكنت بقى فويس نوتس فشخ، وتكتب سكتش وبتاع وصور واللون ده نحت من على بنترست حاجات كتيرة موت. فالحمد لله طلع حلو في الاخر يعني، هو ده اللي حصل يعني. بس ده كان اول، ده ما كانش اول فيزيك. لا كانش اول واحد كان برضو كان خامس واحد في تقريبا في القاهرة. اول واحد كان في سيتي سنتر الماظة برضو، بس كان بوكيت شوب في 2020، كان بعد الكورونا على طول، او اكشلي جوه الكورونا بس بعد اول ويف. احنا لما بدأنا احنا اي كوميرس اول ذا واي، هو ده المستقبل. ودايما بنحب نسمع من الناس وبنتعلم. فلما كنا بنروح نقعد مع ناس بقى اصحاب المصانع او اصحاب البراندز اللي عندهم ليجاسي يعني، فكان بالنسبه لهم لا الاي كوميرس ده لعبه يعني، وانتوا شو عيال صغيرين بتلعبوا. لا الناس الريتيل الاوفلاين الفلوس اللي بجد. وحتى ساعتها الارقام كانت بتقول كده يعني، فعلا penetration rate بتاع الاي كوميرس ساعتها كان حاجه يعني قليله قوي قوي، ولسه لحد النهارده. فاحنا بالنسبه لنا شايفينها اتس اونلاين فيرسز اوفلاين. بس كده لما اتعلمنا اكتر زي ما بقول لك، واكتشفنا ان هم اكشن مش ضد بعض، هم مع بعض، هم ده بيسيرفيس مع على بعض. ده. خصوصا لو انت مش عشان تبيع بس، it's not hit and run. انت you are building a brand, a position، عايز يبقى فيه positioning للبراند ده، عايز يبقى شكله حلو، عايز يبقى كذا يبقى كذا يبقى كذا. فاكتشفت ان ده هي الاونلاين هيساعد الاوفلاين، والاوفلاين هيساعد الاونلاين. فجالنا اول opportunity، محل بتاعنا كان 17 متر، وهو يعني هو بيأجر لك هو محل لسه ما فتحش، لسه ما تأجرش، فهو بيأجر لك الواجهة بتاعته، الفساد بتاعه. فكان 18 متر، كان 9 في 2 متر، هو فاترينا طويلة كده. بس ده بالنسبة لنا بقى كان يعني أكبر ريسك في حياتنا. الريكويرمنتس بتاعت المولز it's very tricky, very very tricky. انفستمنت كبيره قوي بالنسبه لنا، مش عارفين الار او اي بتاعها عامل ازاي، عشان هي لعبه جديده. وده كان في نفس الوقت اللي احنا بنتحول فيه بقى من براند شرابات لبراند لبس. يعني انا فاكر اول ريندر مع الديزاين هاوس كان احنا براند شرابات، بعد كده كورونا حصلت فالموضوع نام شويه، فودان الكورونا دي حكايه تانية برضو، ازاي تحولنا من سوكس براند لفول فاشن براند، لتاني ريندر ايه ده لا احنا فول فاشن براند. فانا فاكر كويس الايام دي كانت في الشتاء قوي، واحنا مكتبنا كان في مصر الجديده، فكنا بنشتغل الصبح ونروح ننام
وبعد كده المولز، التشطيب في المولز بيشتغل العكس. 12 واحدة. كنا نقعد نروح مثلا الساعة 12 واحدة، نفضل واقفين لحد الساعة 7 تاني، نروح ننام، نروح ننام كذا. واحنا بنفتح التيم كله عمل كده يعني. في انا فاكر قوي وعمري ما هنسى اليوم ده، الحتة دي اوت اوف ذير سكوب خالص، هو ما لهمش علاقة، عشان احنا لما فتحنا المحل ده ما كانش ليه باب. اوكي، فهو كان فيه هوردنج اللي هو البتاع اللي بيبقى محطوط ده. ففي يوم معين الهوردنج ده هيشيلوه الساعة 1 أو 2. انت محتاج تبقى بتوبريت الساعة 9 الصبح، مفيش باب، ليتلي المحل ملوش باب. فال7 ساعات دول كل الرجاله بقى اللي في المكتب، انت بقى ديزاينر، بزنس ديفلوبر، مش فاهم، انت النهارده هترص، انت هتقف على السلم ترص حاجات. وفتحنا وهم عملوا كده من نفسهم بصراحة يعني. يعني مش الشباب كانوا بالظبط. كلنا اصلا لما فكرة ان انت طول عمرك بتشوف اللوجو على تي شيرت وفجأة شايفه على ساين في مول، فاهم؟ احساس ثاني خالص. احساس قوي قوي قوي. احساس ثاني حلو خالص. قوي. احساس انا ثاني فاكر قوي الاحساس ده كان تحفة. السويتش بتاع in your shoe شرابات و in your shoe full fashion brand. بص انا حاسس ان هو حصل على مراحل قوي، بس كان في، انا فاكر اللي هو اول قرار انا بزهق قوي بصراحة، واللي هو بحاول دايما طول عمري اللي هو ابتدي اعمل حاجات جديده عشان خلاص بزهق، فاهم مم. قصدي؟ الشرابات كانت وصلت لبوينت الحمد لله كنا جايبين اخرها، اللي هو لو قلت عايز شراب روش كان دايما حد هو in يقول your لك shoe. اني شو. وبعدين احنا ابتدينا ناخد بالنا ان الناس بيحبوا what's behind the product، مش اللي هو the playfulness behind the product او الفايب المعينه اللي فيه. حسينا ان احنا ممكن نحقق نفس الفورمولا دي بالظبط بس في برودكت تاني. كنا في كورونا كانت موجوده والناس قاعدين في البيت، فمش فارق لهم بقى انا هخرج لابس شراب ريوش ولا اي حاجه مريحه وخلاص. تقريبا محدش بيقعد بشراب في البيت بقى قوي يعني. مم. فقلنا احنا هنعمل نفس الفورمولا دي بالظبط على بنطلونات بيجاما، وهنسميهم بي جويز. هنعمل اللي هو بنطلون بيجاما ده دايما هو يا اما بقى عليه سترايبس يا اما ساده يا اما كروهات مش عارف ايه بتاع. احنا هنعمل نفس الفورمولا دي بالظبط، a very playful product. ساعتها ركزنا قوي في الباكجينج بتاعه. بيجي لك في زي البرينجلز كان كده، بتفتحه من فوق صحيح عشان انا تطلع فاكر ان انا البنطلون. فاكر ال فركزنا قوي في الديفلوبمنت بتاعت البرودكت ده. ودي بقى اكشلي من اكتر حاجات المهمه لاي بزنس، اللي هو انت البرودكت ده هو كل حاجه في الدنيا. فكك بقى خصوصا ساعتها كان ده احنا برضو مش متأكدين قوي من ان الناس هتشوف ان يور شو كفول فاشن كان براند. عندنا سؤال فالبرودكت ده متحمل عليه كده بريشر معين، ان ده اللي هيخليك يا اما تكمل فول فاشن يا اما ده كان ليميتد اديشن وترجع تفضل وان برودكت ترجع براند. شرابات تاني. خصوصا ان احنا بنشوف في براندز انترناشونال مزنوقة في الحتة دي، بيحاول يعمل حاجات تانية كتير بس هو مشهور بالوان برودكت ده. فانت كان ممكن تبقى كده. اليوم اللي قبل ما نلونش فيه البي جويز خلاص هم عندنا في المخزن ومصورين الشوت وعاملين كل حاجه وهم ليستد على الويب سايت، ناقص عمرو بس يدوس لايف. وبعد كده كان في فويس نوتس طويله قوي ما بيننا وعمرو، هل اللي احنا بنعمله ده صح ولا لا يعني. احنا كان في حته يلا نجرب، وبرده زي ما كنت بقول لك بنimprovise. فجبنا القماش، عملنا سامبل طلعت لذيذه، عملنا الديزاينز، بعتنا في كل حاجه ليترلي خلصانه، بس مش متاكدين القرار ده صح ولا لا. وبعد كده بيجي لك حته you know what fuck it let's do it يلا بينا. in your shoe مش in your shoe product. ده اللي بقوله لك، product لو حلو هيطير. واحنا كان عندنا باسكت سايز بقى مختلف تماما. الناس بتشتري شراب بتدفع فيه مثلا لو واحد شاري 3 شرابات هيدفع كام. بعد كده البنطلون لما نزل برايس بوينت مختلف تماما. فابتدينا بقى نشوف انا فاكر الدروب ده نزل في ساعتها تقريبا من اكتر من اسرع المرات اللي خلصنا فيهم ستوك. وابتدينا نشوف الكارت محطوط فيها بنطلون وشرابين، واحنا الحمد لله كنا واخدين بالنا من الاول شويه. ودي اكشلي حاجه انا بحبها قوي في اي بزنس، البيزنس اللي بيعرف يخلي الناس تحب البراند اكتر ما تحب البرودكت، فاهم قصدي؟ لدرجه ان انت ممكن تلاقي نفسك مسافر وتخش محل M&M's عشان انت بتحب كاركترز وفيري بلايفل وعندك تي شيرت مكتوب عليه M&M's ومش عارف بتحبهم. انا بحب قوي البراند ده، بس انا عمري في حياتي ما وقفت عند كشك جبت M&M's for some reason يعني. مش اكتر حاجه اللي هو باكلها، بس بحب البراند ده وفي منهم كتير قوي. فاحنا خدنا بالنا ان لا this is what we're building. احنا we're building a brand للناس ان هم بيحبوا whatever اللي بيحصل من وراه. لدرجة ان احنا في وقت من الاوقات قررنا ان احنا يلا نعمل سجادة نتحط تحت الكريسماس تري
وكريسمس ده بقى اصلا فيلم تاني بقى ممكن قصة نتكلم تانية عليه خالص. دي في البلايند في يوم سبوت على معين. فكره، يعني دي اللي خدناها، اللي هو احنا دايما واحنا بقى بنشوف طب يلا نبقى فول فاشن براند، فانت بتسال اسالك طب مين هيسيبك، مين هيسيب الانترناشونال براندز اللي في المول ويشتري منك انت؟ ليه هيعمل كده؟ لسه ما كناش بنفكر فيها كايكونوميكال يعني، بس هو انت ليه بتعمل كده؟ لا الماركت زحمه قوي وفي انترناشونال براندز وفي لوكال براندز وبتاع، بس البلايند سبوت اللي خدنا بالنا منها اللي بالظبط اللي بيقولوا ده، اللي احنا بقى الفيجن بتاع البراند is allowing generations to express themselves. والله يا جماعه النيو جنريشنز دول بيتعاملوا مع اللبس بطريقه مختلفه عن اهالينا، بيعبر عن نفسه بالفيت، بيعبر عن نفسه بالديزاين، بيعبر عن نفسه بالبيس اللي هو لابسها. دي حاجه دلوقتي وانت بتفكر فيها كده اتس فيري كومن، يعني انت ما جبتش التايهه، بس من 40 سنه كانت مختلفه. والبراندز اللي موجوده دي القديمه جدا اللي ماسكين براندز دول عندهم 40 سنه. بس انا ما عنديش 40 سنه، وعايز ما عندوش 40 سنه، ويوسف ما عندوش 40 سنه. احنا from the same generation speaking the same language as the millennials and Gen Z اللي هم اكبر purchasing power. زمان الناس ما كانتش بتركز معاهم، وبقوا يركزوا معاهم عشان هم they have a bigger purchasing power. استهلاكيين بيشتروا الحاجات، بالنسبه لهم الترند حاجه مهمه قوي، اللبس حاجه مهمه قوي، بيعبروا عن نفسهم بيها. فكانت هي دي اللي هو طيب انت خدت الفورمولا بتاعتك عملتها في برودكت نجح، عملتها في تاني برودكت نجح، هي الفورمولا دي اللي ممكن توديك في حته مختلفه. مش الحاجات الكالرفل. النهارده انت لو دخلت على الكاتالوج عندنا مش كلها حاجات كالرفل ديزاين اول اوفر، بيسز عليها كلمه قد كده، بس الكلمه دي مخليها بيست سيلر. انا عندي هودي ابيض بس، ابيض، اقسم بالله ده احلى هودي عندي والله العظيم. ليه احلى هودي عندك؟ عشان انا بحب الحاجات، يعني انا بحب الحاجات السيمبل مود والكواليتي جحده. بس ما هي بقى فورمولا دي بتاع الديزاين وفيت وكواليتي وفي حاجه حلوه ووحشه في الفاشن، ان الاذواق كتير قوي مختلفه قوي، وانت عايز تسكيل، عايز تكبر. فاحنا بنقول دايما ان احنا الايدج رينج بتاعنا اللي انا عايز ابيعه from 0 to 99. انا بابايا بيلبس من عندنا مش بغصب، عشان بس هو بيحبها. بيحبها، لا وبيحبها، وبيقعد يقول لي فين التيشيرت، ايه ده انا شفت تيشيرت ساد عندكم انا عايزه مش عارف ايه وبتاع. بس ما بيلبسش الحاجات الاول اوفر ديزاين. وناس من صحابنا تانيين مش عايزين يلبسوا حاجات كلر، او حد ناس من صحابنا او ناس من الكاستمرز يعني النهارده مبسوط هيلبس تيشرت عليها جوك، بكره اللي هو في مود كده بهمل وبتاع. هلبس باكيت هات مش مكتوب عليها اي حاجه سودا، مكتوب عليها not today don't talk to me today. بعده ايه ده عايز لوز كده هلبس سويت بانس وبلين هودي زي اللي عندك بتحبه. هي you are trying your best to cater different tastes بس while maintaining the brand essence. يعني عايز اقول لك ان احنا عندنا في المخزن products كتير جدا مع product lines جديدة خلصانة، يعني ممكن بكرة البي او يدخل وبعد فترة يبقى موجود في المحل، بس مش بننزلها ليه؟ it's missing. بنسميه the IYS essence, the Inyo shoe touch, the IYS touch. فعشان انت مش تو كاتر ديفرنت تيست بتاع يلا روح اعمل بقى كل حاجه، لا انت لازم الذوق يبقى حلو عشان البراند بوزيشننج. دي برضو حاجه تشالنجينج قوي في الفاشن. بس ازاي قدرتوا اكشلي بوزيشن yourself صح؟ يعني ازاي البراند بوزيشننج كان اللي هو انت يور بوزيشن في حته ان انت بريميوم، بس في نفس الوقت انت الناس قادره ان هي تجيبك بس انت بريميوم. was it the events ولا was it؟ لا ما كانتش الايفنتس، كانت الاكسبيرينس. يعني احنا دايما في الاكسبيرينس يعني حد يجي مثلا زي في الاكزامبل اللي لسه عايز قايله، انت عامل بنطلون، حط البنطلون في كيس ودي زي ما الناس بقالها 100 سنه بتعمل. اللي هو ايه ده؟ لا ده احنا هنجيب علبه كانها علبه البرينجلز وهنعملها مخصوص من سبلاير مش عارف فين هيعملها لنا مخصوص عشان اصلا ما حدش بيحط فيها لبس، وهنجيب ماشين عشان تتقفل وبتاع. طب ما كل ده ادد كوست، حد هيشوف كده اللي هو لا يا عم الحاج ما تغليش الحاجه، هاتوا حط البنطلون في كيس واديه للناس. اللي هو لا احنا we are selling the experience، عشان اصلا البنطلون ده ممكن يكون كان بيتباع مش عشان بنطلون، عشان الناس كانت بتروح المحل تسأل قبل ما تشتري انا هاخده في الباكجينج ولا لا. الباكجينج عشان هي الاكسبيرينس ده اللي بيبيع. يعني خليني اقول لك على حاجه، قبل البنطلونات في الشرابات العادي اول سنه ازاي بيجي لنا 1000 فولور وبنجيب فولورز اكتر وموجودين والناس بتعمل لنا اوردرز. ما كنا مش بنشتغل مع انفلونسرز، ما كناش بنشتغل مع انفلونسرز، ما كانش عندنا ميديا سبيندنج، كله اورجانيك، كله فضلنا اول سنه ونص اورجانيك. دي حاجه دلوقتي اصلا مستحيل. زمان كانت اصعب يعني كانت اسهل شويه بس كانت ستيل صعبه قوي ان انت اورجانيك بزنس يور ميديا سبيندنج يور ميديا بادجت از زيرو. انت ممكن تكون بتصور كونتنت
بحاجه بسيطه جدا. الباكجينج اللي ساعتها كان حاجه جديده قوي، فكره البوكس اللي عامل كده عليه لوجو ان يور شو ملفوف فيه الشربات، دي حاجه جديده قوي. فاي حد من اللي بيجيله الاوردر بتاعه سواء انفلونسر او مش انفلونسر، بيعمل ايه اول ما الباكج بتجيله؟ بيمسك موبايله ويصورها. انت بتطلبش منه حاجه، بس عشان it looks very cool. بص حاجه صغيره قوي 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 كده ازاي بتخلي ان الميديا سبند، الميديا بادجت بتاعتك اول سنه ونص زيرو. انت بتسكيل مانث اوفر مانث، بتطلع بس ده أيام رقم الزمن كان اوردرز. في ده ايام طبعا الزمن، بس لحد دلوقتي لحد ما انت ستيل ده بيحصل لسه. دلوقتي في حاجات تانية بس بقى ما في ينفعش تبقى الاكسبيرينس ايه. ما ينفعش بس البطل ما مين ينفعش الفني تبقى ده. زيرو. لا ما ينفعش تبقى زيرو طبعا، بس عندك الستورز بتاعتك صح. كاكسبيرينس. يعني احنا دايما بنحاول على قد ما نقدر، الستورز بتاعتنا صغيره قوي، بس في كل ستور عايزين نحط اكسبيرينس. عندنا ستورز ينفع تخش تاخد كارد جيمز، بورد جيمز ولا ايه، وتطلع تلعب فعلى ترابيزات بتاعتنا بره، وبعد ما تخلص تخش تحطهم وتمشي. عندك ايفنت بتيجي، ما بقولكش لازم تيجي لابس ان يو شو ولا لازم تخش تشتري حاجه، لا دي اكسبيرينس، بتبني اكسبيرينس، بتسمع بقى في الحته تاني. في حد من المنتورز بتوعنا كان دايما بيقول لي انت لازم تنفست في البراند بوزيشننج على قد ما انت بتسكيل. اوكي. يعني انت كنت بتبيع ب10 وبتصرف واحد، بتصرف واحد ده اللي هو باكجينج سبيشال شويه، ايفنت، ستور بشكل مختلف and so on. لما بقيت تعمل 100 ما ينفعش تفضل تصرف واحد وتصرف 10 and so on. اصلا موضوع يعني بجد بصراحه الحمد لله موضوع الايفنتس ده برضو كرم جدا من ربنا، ان احنا اول ايفنت كان الفيفث انيفرساري بتاعنا. فدخلوا كده التيم واحنا بنتكلم احنا عايزين نعمل حاجه مختلفه. ماشي طيب احنا هناخد مكان، وانا دايما الارقام البادجت يعني، فانا بالنسبه لي حاجه مش شايف لها دايركت ار او اي، عارف بوزيشننج واكسبيرينس كل الكلام اللذيذ ده، بس فلوس يعني هصرف فلوس يعني كده. فايه ده، هناخد مكان صغير، هنعزم سيركل صغيره، كنا عازمين 200 واحد. هو اول سنه حاولنا نعمله كانت السنه الرابعه. فرح او سينيور براند مانجر دخلت قالت لنا يا جماعه انا نفسي نشوف الكاستمرز. وبعدين بصراحه انا كمان كان نفسي، احنا دايما اللي هو كاستمرز مش في الستوري يعني مش في الستوري او مش في الستور او مش على سوشيال ميديا او كده، عايزين نتعامل معاهم، عايزين نتكلم معاكم. ففرح دخلت قالت في الفورث انيفرساري تعالوا نعمل حتى اللي احنا دخلنا السنه الخامسه بنفس برزنتيشن السنه الرابعه. أيوة. فاهم قصدي؟ احنا فتحناها تاني وهي مطربه كده، قلنا لا يلا نعملها دلوقتي. واول مره كنا اتاخرنا، فزي ما عمرو بيقول حصل كده، حطينا بادجت. انا فاكر قوي فيفث انيفرساري هناخد مكان سواء هنعزم 200 بني ادم من السيركلز بتاعتنا. طب ايه ده، احنا عازمين ناس محتاجين ناكلهم. فاحنا عندنا سايد بي تو بي، بنعمل بابليك كولابس وبنعمل برايفت ليبل، بنعمل جيف اواي. اتس ا وان ستوب شوب فور corporate startups businesses and so on to provide them with uniform packaging, giveaways, employee packaging and so on. فكلمنا البارتنرز بتوعنا قلنا لهم بصوا احنا بنعمل كذا، واحنا you'd be a part of a cool thing، وتعالى بس اللي مطلوب منك تيجي تاكل الناس ببلاش. كله كان ان بارتنرز بتوعنا وناس قلنا لهم بوتنشال هنشتغل سوا. بس اللي مساعدك بقى في هنا ايه؟ البراند بوزيشننج. هو البراند شكلها حلو، الناس وانا بي اتس فيري هارد لما تقنع حد بحاجه لسه ما حصلتش. فده اول ايفنت، فده اصعب ايفنت بتقنع بيه الشخص يجي يعمل كده. زي اول بابليك كولاب، زي اول اصعب زي اول كل حاجه كبزنس، وانت بتقنع حد يجي يعملها. بس ايه بيحصل لما اول حاجه بقى حلوه، اول مره دي بتحصل صح، ان احنا التانية والتالتة والرابعة بعد كده احنا اللي هو الموضوع مختلف تماما. الناس ابتدت براندز تدفع فلوس عشان تنزل الايفنت. هو الموضوع ده كله الموضوع ده كله مسايا البيتش كله. انا فاكر مسايا يا بجد حصل كده. ده كان في ماي، اوكي اخر ابريل اول ماي. فاوند سبيس كان في وسط البلد في انيفرساري، 200 بني ادم 240 بني ادم اوكي. والناس بتيجي بتقول لهم تعالوا اتبسطوا. يعني بجد الموضوع جنينه، الناس مزيكا، اكل، جيمز، تعالوا اتبسطوا. وفي ستور صغير ان يور شو موجود بوب اب، يعني خش اشتري منه لو عايز، لو مش عايز خلاص انت جاي تتبسط. بجد البيربس بتاع اليوم ده انت جاي تتبسط and create memories within your show. ودي اهم حاجه، ان انت يعني انا بحب قوي 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 بعد سنه من الايفنت لما الاقي واحده صاحبتها عيد ميلادها فمنزله صوره وهم في الايفنت ده، هم اتبسطوا لدرجه ان بعد سنه الصوره لسه عايشه. الايفنت خلص وروحنا بس الصوره لسه عايشه. 3 months later بعد كده احنا خلاص قلنا برضو
ان احنا نعمل ايفنت دي حاجه صعبه قوي، عشان دي مش الاندستري بتاعتنا، مش هو اوفر الشغل في بتاعنا logistics جدا جدا جدا. بس ده appreciate the team effort يعني. بعديها مسايا جم قالوا لنا انتوا ايه نظام الايفنتس؟ قلنا لا احنا بنعمل ايفنت انيفرساري هنعمل واحد السنه الجايه. طب ما نعمل، طب ما نروح تعملوا نساعد. سمر، ما نعمل سمر اديشن. طيب انا عايز المره دي اكبر شويه بقى، انت كل شويه بتطمع. انا عايز البحر كله، انا عايز اعزم مش فاكر 1500 بني ادم، انا عايز اكتيفيتيز 1 2 3، انا عايز المطعم يبقى بيعمل كذا، انا عايز الستور عندي يبقى بيعمل كذا، انا عايز البحر يبقى بيعمل كذا. 3 months later عملنا مسايا الحمد لله، كان لذيذ قوي. ميموريز مع الناس بتحب والناس الاولانيه اللي احنا بدانا يوسف نشوف بقى تويتس على تويتر how what should I do to get invited to the Inyo Shoe Festival. عشان احنا مش بناخد فلوس من الناس، هي دايما سيركلز بتاعت سو فار. بعد كده بقى الحاجات التانية بقت اسهل بكتير، لان الناس شافت قد ايه، شافت الموضوع حلو قوي. فبتيجي بعديها بكام شهر، دي الحاجات اللي احنا بنوافق، علشان احنا برضه، ما احنا لو بنعمل ايفنت كل اسبوع مش هنلاقي وقت نشتغل، و it won't be special anymore. بعديها بكام شهر ايه ده، يلا نعمل في كايرو ديزاين ويك، من ألذ الايفنتس في السنه، يلا نعمل لاندري بارتي. احنا عاملين اكزيبيشن هناك، جايبين غسالات وهنجيب دي جي يحط الميكسر على غساله وبنعزم الناس. بنكرر في 3 ايام، وبنجيب الناس والناس بتتبسط، والموضوع بيبقى فايرال، وبنشوف تويتس اند سو اون. فبعد دي خلاص بقى انت بقيت المكان اللي انت عايزه، يعني انت بتكلم الديفلوبر تقول له انا عايز كذا كذا كذا، تمام ده. والله العظيم موضوع الايفنتس ده انا فاكر كويس قوي. يعني كان الايفنت بتاع مسايا، كان يوميها اول ما دخلت انبهرت فشخ، وكان بيني وبين نفسي اللي هو اوكي خلاص، يعني مبدئيا كانت اوكي اني اشوف حته ثانيه خالص، واللي هو انا محتاج ابقى موجود. وهي it creates the sense of scarcity، دي احلى حاجه، ان انت محتاج تبقى موجود. واليوم ده كان لذيذ قوي. اليوم ده كان جامد فشخ بصراحه. فلا كانت دي. وبعد كده حضرت بتاعت وسط البلد اللي هي كايرو ديزاين ويك، وبعد كده حضرنا الاخيره اللي كانت في اب تاون. فاللي هو انت اوتوماتيك وساحل. فاللي هو انا اكشن في الساحل والله كنت ماشي يومها، احنا عملنا بعد كايرو ديزاين ويك هدينا شويه كده عشان نشتغل. بعد كده عملنا اب تاون، اعمار كانوا فيري سبورتيف، واتبسطنا مع بعض قوي. فجينا في الصيف، فدخلت قلت لهم انا عايز الووتر بارك، وخدنا الووتر بارك يوم، عزمنا صحابنا نتبسط. فانا كنت ماشي في الووتر بارك، صحابي بيوقفوني بيسالوني، بيقولوا لي انت عملت كده ازاي؟ انت ازاي عرفت تقنعهم؟ لان الووتر بارك عازمين 1000 بني ادم يوم الجمعه في اوجست. البارك النهارده بتاعت ان يور شو، البارك النهارده بتاعت ان يور شو. وانا بقول لهم بصراحه، انا ما ده بقى الكاتاليست اللي بقول لك عليها. الناس كانوا في سبورتيف في الموضوع، خلص بالتليفون ليه؟ عشان افرت بقى التيم اللي بقاله سنه بيعمل 3 4 ايفنتس، وعشان الديزاينز، وعشان البوزيشننج، وعشان كذا وعشان كذا وعشان كذا. فانت قد ايه البراند بوزيشننج بيساعدك تعمل حاجات لذيذه قوي، زي اب تاون. ايه ده، عايزين سبونسرز، الو سبوتيفاي انترستد، ايه ده انترستد، طب احنا عايزين كذا كذا، ماشي اوكي طيب. وخدوا 2 بيل بوردز على كوبري اكتوبر وفي 6 على الكوبري وفي الشيخ زايد. مش عارف مين قالوا عايز تبقى انترست، عايز تبقى بارت اوف ذس كذا 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 كذا. ليه؟ مش عشان انا اشطر حد، مش عشان احنا اشطر ناس، عشان انا حاسس ان انتوا قلت كتير قوي انتوا حافظين. I don't think this is luck. لا يعني قصدي احنا بص، انا في حاجه مقتنع بيها بصراحه، الحمد لله احنا بنعملها. ان انت مفيش حد بيشتغل او بيسعى قوي الا كده بيجي له قدامه. واحنا الموضوع بالنسبه لنا مش اللي هو احنا مش بنهزر يعني، احنا بنصحى كل يوم اتس ده اللي انت بتعمله. فاهم، مفيش هزار في الموضوع. فاحنا بنسعى قوي وبنشتغل قوي وبصراحه كل الناس بيعملوا كده، مش اللي هو انا وعمرو، التيم كله بجد بيعمل كده. في ده جمله قدامه بيترجم بشكل مهم. في جمله دايما في دماغي قوي بتقول بالظبط اللي عايز بيقوله. هي برضو بالانجليزي بتقول، انا بس انا ساعات بتلخبط وانا بقولها، بس بتقول ان hard work puts you where luck finds you. بصراحه انا اهلاوي، انا دايما بفكر كده في النادي الاهلي محظوظ ولا لا؟ النادي الاهلي محظوظ. ليه محظوظ؟ عشان هم هارد وركرز، عشان بيحاولوا على قد ما يقدروا. فانا بغض النظر عن يعني عشان الجمله دي في دماغي من زمان قوي. احنا محظوظين الحمد لله، بس احنا محظوظين عشان بنشتغل. واي حد هارد وركر should be lucky. دي حاجة. تاني حاجة، احنا غير التيم، السيركلز بتاعتنا مفيدة قوي. اكتر حاجة اتعلمتها في ال6 سنين اللي فاتوا دي قد ايه النتوركينج مهم. ومش ده معناه ان انت
تكبر النتورك بتاعك عشان انا ايه ده انا هتعرف على عز عشان هحتاجه في أستغله يوم. في لا الحق. خالص خالص، انت بتكبر النتورك بتاعك. انا زمان النتوركينج ايفنتس والشيت شات بتاع كنتش بحبه، ما كنتش بروح وما كنتش بعمل كده. بعد كده لما كبرت اكتشفت لا it's part of your job, it's literally part of your job. It's business development. وكمية الشغلانات اللي اتفتحت وكمية الحاجات اللي دخلت لنا، لاننا كنا في ايفنت فتعرفنا على حد فكلام فتح بعضه فوي سيت اب ميتنج فعملنا كذا شغل كتير قوي قوي قوي. فنيتوركينج بجد از كروشال كروشال كروشال. احساسكم ايه دلوقتي ان يور شو ما شاء الله ما شاء الله اكبر براند، اكبر لوكال براند في مصر، بس on the other hand دلوقتي بقى في حجم كومبيتيشن مرعب؟ حاسين ان الكومبيتيشن دلوقتي بحجمها المرعب اللي هو موجود دلوقتي، اللي هو اي واحد ابن خالته بيعمل لوكال براند وبيعمل شويه هوديز وبتاع، حاسين ان مبدئيا حاسين الويف دي هتقف قريب ولا لا؟ بصراحة احنا في الوقت اللي دخلنا فيه ما كانش فيه كومبيتيشن خالص، وبعد كده ابتدى بيظهر كل شوية كده كوبي كاتس، ناس بتحاول تعمل اللي احنا بنعمله، ودي اصلا بداية غلط لأي بزنس. لو حد بيبتدي وبيحاول بس اللي هو مش عايز يعمل الحاجة دي بس شايفها سكسسفل في حتة تانية فبيبتديها، مش بيعرف ياخدها في حتة خالص. يعني عشان انت من اهم الحاجات اللي انت لازم تكون موجودة عشان تعرف تنجح في البيزنس بتاعك انك تكون فعلا عايز تعمل كده او بتحب ده. فوقتها ما كانش فيه كومبيتيشن، وبعد كده ابتدت فعلا الويف بتاعت اللوكال براندز تكبر. بس بصراحة انه الناس شاطرين قوي، يعني احنا في ناس لوكال براندز جداد بنحبهم بنبص على شغلهم، بس الاندستري دي طول عمرها سهل اي حد يبتديها. يعني هو تقريبا البارير اوف انتري مش موجود للاندستري دي عامه. طب زي ما انت قلت بالتليفون انا مش عارف مين عنده مصنع هدوم اعرفه في العيله هيعمل لي كام تي شيرت هكتب عليها كلمه روشه وهبيع. بس من اصعب الحاجات اللي انت تعرف تعملها في البيزنس ده انك انت تو سستين ذا بيزنس. واحنا الحمد لله عرفنا نعمل ده عشان احنا مش عاملين ده لمجرد ان احنا سبوبة. بالظبط، هي مش سبوبة، احنا بنعمل ده عشان احنا بنحب. على فكرة مش لازم اكون بحب الهدوم عشان اعرف اعمل بيزنس هدوم ناجح. انت ممكن تكون بتحب اسبكت مختلف في البيزنس بتاعك، ممكن تكون بتحب ان انت تديزاين فعرفت تحط الاليمنت ده في انك انت بتشوف الديزاينز بتاعتك، انت بتحب تشوف الديزاينز بتاعتك في حاجات ملموسه اكتر. ممكن تكون بتحب الريتيل، ممكن تكون بتحب اي كوميرس، فده يخليك تعرف مش لازم اللي هو عشان الناس دايما بتفتكر ان لازم بعشق الهدوم مش عشان لازم. لا بس الفكره كلها انك انت ما تعملش ده لمجرد انا مش عايز الناس تفتكر تقول انا ما بعملش البيزنس بتاعي عشان الفلوس بس. وحياة ربنا انا في ايام ممكن اقعد كذا يوم ما بشوفش ان احنا بعنا بكام النهارده. I'm enjoying the process. فاهم قصدي؟ فانت لو بتعمل الحاجة دي عشان خاطر سبب واحد بس هو ان انا عايز اطلع منها فلوس او سبوبة زي ما انت قلت، يبقى في ريسك كبير قوي في اللي انت بتعمله. فعشان مش عايزه ابعد عن البوينت بتاعتك، وجود كومبيتيتورز في الحاجه اللي انت بتعملها دي من اكتر الحاجات الهيلثي ممكن تكون موجوده. بتقولك انك في مكان صح لان اللي انت بتعمله ناجح موجود ومطلوب فالناس وفي demand. بالظبط وفي ديماند. بس في نفس الوقت احنا الوقت اللي بدأنا فيه يوم ما ابتدينا ساعدنا ان احنا الحمد لله زي ما انت بتقول نعرف تو ستاند في حتة معينة كده. It's very challenging ان احنا نفضل relevant على طول. احنا الحمد لله we're doing well عشان we're very relevant دلوقتي، بس في وقت من الاوقات انا وعمرو مش هنكون فاهمين الكاستمر زي ما احنا فاهمينه النهارده، وده 100% هيتحل بوجود تيم هو اللي فاهم الكاستمر كويس. بس competition هل احنا بنتعامل معاه ازاي؟ احنا actually ممكن اقول لك انا بتعلم الكومبيتيشن. في حاجات مش قصدي اي حاجه، بس في حاجات حلوه قوي، بس في حاجات بجد وحشه قوي وحشه قوي فور ريزن. فانت انا بالنسبه لي الوحش ده بقى عايز افهم هو ليه عمل كده وفكر كده ازاي وده خلاه ايه اللي يحصل. تشوف ساعات ممكن قرارات بيزنس بنحبها قوي تلاقيها عملت حاجه فنستغرب نشوف عايزين نشوف الرياكشن بتاع الناس هيبقى عامل ازاي. فانا بالنسبه لي الكومبيتيشن ده ريسيرش ببلاش، يعني انت بتشوف فاهم حاجات عماله بتحصل حواليك. فلو انت بعمل نفسك انا مش شايفها، اي حد بيقول لك انا مش شايف الكومبيتيشن وجامد فشخ بتاعه هو كذاب. هو اكيد انت يا اما هو كذاب يا هو غبي او مش فاهم. مش فاهم. كذاب يا غبي. انت الكومبيتيشن دي من اكتر الحاجات اللي انت بجد لو ركزت معاها تتفرج عليهم فشخ وتسمع منهم وتشوف قرارات هم بياخدوها وده لازم 100% تحطه ان كونسيدريشن في الستبس اللي انت بتاخدها في البيزنس بتاعك. واحنا الحمد لله الاندستري بتاعتنا ابتدت
تبقى زي ما انت بتقول، ابتدت تبقى فيها ناس كتير بتخش، والناس كتير بتخش دي يعني في تجارب كتير بتحصل. فلو انا لو انا كنت عايز اعمل حاجه ممكن تلاقي مثلا، يعني مثلا اكيد في حد كان نفسه يعمل فيستيفال او نفسه ينزل اون جراوند بس لسه مش شايف is it the right step ولا لا. دلوقتي obviously it is عشان ان يو شو عملوا كده. فانا بشوف من الناحيه التانية حاجات انا عايز اعملها وهم بيعملوها وما بتحصلش وبتاع. وبصراحه الشباب شاطرين قوي، جين زي شاطرين قوي قوي. فشاخ. يعني انا دايما بحب في الايفنتس اللي بيبقى فيها براندز بنزل بتفرج وبحس ساعات بحتة غيرة شوية، عشان بجد في ناس في المدرسة بيعملوا حاجات انا ما كنتش اعرف اعملها وانا في المدرسة. في ناس جامده فشخ. هي بس الفكرة زي ما عز بيقول انها، هو انت to have a successful business مش يعني في aspects كتير قوي، فانت شطارتك تبقى عارف ايه الاسبكت اللي محتاج تشتغل عليه. بمعنى انت لو اجمد ديزاينر في الدنيا بس ما عندكش البيزنس اسبكت مش هتكمل. ولو انت عندك افشخ بيزنس مان في الدنيا بس ما عندكش الديزاين اسبكت او مش فاهم الكاستمر اللي انت بتكلمه مش هتكمل. وهي دي انا دايما، انت بتقول هي رايحه على فين، انا رايي لو كل يوم في 100 براند جديده ففيهم 90 هيموتوا بعد سيزن، بعد سنه، بعد eventually هيموتوا، في 10 هيكملوا، بس اللي هيكملوا دول هيكسروا الدنيا. وده اللي بيحصل دلوقتي. يعني انت شوف كده اخر 3 سنين هتلاقي في ناس كتير قوي ظهرت. احنا كنا الحمد لله محظوظين ان احنا بدأنا بدري، فاحنا دايما بنتفرج على الماركت بس ككومبيتيشن بقى باي نمبرز. فانت بتبتدي تشوف مين عنده كاتالوج زيك، او مين عنده بوينت اوف سيلز ستورز زيك، او مين عنده نفس الريسورسز دي. فالحته دي في ناس شاطرين قوي، بس اتس اول اباوت ذا كونسيستنسي. انت هتعمل ايه؟ وعلى فكره احنا بنتكلم كده يعني واحنا نفسنا عندنا الخوف ده، واحنا نفسنا بنشتغل كل يوم عشان نبقى relevant وعشان نبقى relatable، عشان في براندز كانوا اكبر مننا 100 مرة، كانوا اشطر مننا 100 مرة ووقعوا في الحتة دي. فين هاوس اوف بانتون النهارده صح. مثلا؟ فين ليكوك سبورتيف كانت براند سبورتس فرنش كده؟ فين دايادورا يعني بدأ يرجع شوية. وحتى في براندز اقوى من كده وبتموت، واحنا مش عايزين كده. فعشان كده عايز بيقولك eventually احنا بنسمع للتيم قوي. الافريج ايج في التيم دايما عندنا انا باصص عليه ازاي يبقى عندنا الشخص الكبير الاكسبيرينس بيعلم الشخص الصغير اللي فاهم الماركت اكتر. الماركت ده. بس غير كده، وغير كده كبيجر بقى كومبيتيشن كاي كوميرس اتس فيري هيلثي. عشان انت شايف انا من اول الابسود عمال اقول لك زمان الموضوع كان صعب والبنتريشن ريت بيبقى بيتحسن أصعب سنه بكتير. بسنه. أنا مين اللي بيحسنه؟ البيج بلايرز اللي هم بقى امازون ونون وجوميا، عشان دول اللي عندهم الريسورسز تو بيرن ماني وبيل بوردز ويعملوا كامبين مش عارف ايه. عشان انت بتعود الكاستمر انه يشتري اونلاين. هو هيشتري اول مره من امازون، بعد كده هيجي لك، او هيشتري اول مره من لوكال براند اصغر منك، وبعد كده الاكسبيرينس هتعجبه، هيل جيت هوكت فيبتدي يشتري منك، او هيشتري من اي انترناشونال براند. فالحته دي واسعه قوي. I don't think fashion market will get saturated. اذواق الناس مختلفه، كل يوم في حاجه جديده بتظهر، والناس عمرها ما هتبطل تلبس. فالماركت won't get saturated، بس انت might get old. عشان احنا دايما بنقول احنا الادج بتاعنا ان احنا we are cool we are relatable. انت عشان cool you need to be relatable, you need to be up to the trend, you need somehow to be trend setter not just a trend follower. انت لو ما عملتش كل الحاجات دي خلاص انت بقيت another clothing brand. هيطلع واحد اشطر منك يبتدي ياخد من الكيك اكتر. I love it. في closing tradition عادة بنعمله في البودكاست، او يعني بدأنا actually recently نعمله، ان انتوا تعرفوش مين الجاست اللي جاي ماشي، بس احب جدا ان كل واحد فيكم يسيب للشخص ده نصيحة، واحنا هنفرج الشخص ده النصيحة دي ماشي. في الحلقة اللي جاية. انا عامه في نصيحه بحس ان هي بتنطبق على اي حد في الدنيا، مش لازم اكون عارف هو مين، فحاسس هتبقى سهله قوي ان انا اقولها له. بس انا متاكد مليون في الميه ان سبب من الاسباب اللي بيخلي الواحد يكون ناجح في حياته ان هو يكون عارف ان وات ايفر النجاح ده بيجيله، اذا كان مثلا في الكيس بتاعتنا مثلا احنا عملنا بيزنس والبيزنس ده بيرجع لنا حاجه معينه. اللي بيرجع لك ده لو انت عندك الاندرستاندنج اللي هو مش ليك لوحدك، انت مش متخيل السحر بتاع الكونسبت ده. انك انت مثلا احنا بيخش لنا فلوس الحمد لله من حاجه احنا بنعملها. اول ما بيبقى عندك فكره انك انت متاكد مليون في الميه
ان دول مش ليا انا لوحدي، ان انا محتاج اطلع منهم. عارف لما يقول لك مثلا الانترست ريت بتاع البنك عامل ازاي، او الار او اي بتاع حاجه في البيزنس بتاعك، الموضوع ده سحر. وبشكل انت عمرك ممكن ما تكون متخيل هو قد ايه سريع. ممكن مثلا النهارده قرر ان انا اطلع فلوس، وحياة ربنا تاني يوم مثلا يجي لي مثلا مكالمه من عمرو، بقول لك احنا الكلاينت المعين ده خلاص وي لوكت الديل، والداون بيمنت اتحولت. عشان زي ما كان بيقول لك احنا عندنا ديبارتمنت اللي هو بي تو بي، ففي بقى اوردرز اللي هو بتبقى بالكس، كميات كبيره قوي. فلو انت بيجي المعلومه اللي عندك، احنا مثلا في ناس، وده بتشوفهم في الجيل القديم وفي موجود في الجيل الجديد برضو، فكره ان انا مقفل قوي، انا معايا نمره السبلاير ده ومش هديها لحد، او انا معايا مش عارف ايه ومش هديها لحد وبتاع. تمام، دي مايند سيت. ممكن يكون حد هو فاكر ان انا كده بقفل على نفسي الريسورسز بتاعتي فهفضل جامد على طول. وحياة ربنا اللي بيدي بقى نمرة التليفون او اللي بيطلع، عشان انا بقول لك هي مش فلوس بس، هي اي حاجة بتجيلك لو انت متأكد مليون في المية ان هي مش بتاعتك لوحدك، هي جايه لك عشان تديها لحد تاني، ايا كان معلومة، ايا كان فلوس، او ايا كان ايه هي الحاجة. ممكن بجد ببساطة ان هي رقم تليفون. سحر يا يوسف، انت مش فاهم، مش فاهم. الانترست ريت بتاعه متخلف. اللي هو انت ممكن تساعد واحد بيتجوز، تاني يوم فاهم يحصل حاجه. ممكن واحد كان مثلا تعبان محتاج حاجه تطلع فلوس، ليترلي تاني يوم ممكن بجد يحصل لك حاجه. فهو ايفر جاي لك المره الجايه، يبقى فرجوا الحته دي، هتفرق. انا هقول حاجه يعني، حاجه كده اللي هو بمر بيها دلوقتي، يعني لو بفكر بيها دلوقتي it's very simple، ان be easy on yourself. يعني ما تبقاش شرير مع نفسك. يعني عملت عادي، الناس كلها بتغلط، الناس كلها بتنجح وبتفشل. be easy on yourself. يعني ما تبقاش شرير مع نفسك عشان انت مكمل مع نفسك. لازم تبقى بتحب، يعني it sounds very تنمية بشرية كده، بس لا لا، ده اللي هو صح. حب نفسك عشان انت مكمل مع نفسك. في الحتة دي بالذات، في حتة النوليدج والمعلومات. يعني انا ساعات يكلموني يقولوا لي تعالى محتاج تروح تعمل توك في حتة بتاع، الموضوع لذيذ بس مش قادر، اكزوست على الويك اند، عايز ده. بعد كده بحس لا، انت المفروض تعمل كده. ساعات والله ببقى قاعد الاقي حد بيكلمني في التليفون، قالوا انا عايز افتح براند قول لي اعمل وعندي ايه. اسئله. بحس ان انا ما بعملش حاجه زياده. هو ده واجبي، عشان ربنا وقف في حياتي، وقف في حياتي ناس علمتني وخلتني البني ادم اللي انا موجود ده دلوقتي. فانا المفروض ارد دي. انا مش بمن على الشخص ده، ولا مش ماشي هروح اتكلم عشان يستفيد. لا، ده دورك، هي دور اصلا عز احلى ودور يعني انا يوسف. بحس ان هي فرصه. انت كلب، هو في حد ممكن على فكره يبقى عايز يعمل كده بس مفيش حد بيطلب منه. فانت فكره ان حد يجي لك يطلب منك دي، يا ابني دي فرصه بنت كلب. فاهم قصدي؟ اقعد اتكلم معاه. او لو حد محتاج فلوس وجاي مثلا، عرفت فرصه بسبب من الاسباب ان في حد مثلا واقفه حاجه محتاج حاجه وبتاع، ان المعلومه دي جايه لك، ده انت محظوظ فشخ. فعارف يعني هي بالظبط هي بتتقال كده، ان انت مفيش، انت بتتاجر مع ربنا ليترلي. وهو اغنى منك بكتير. فتخيل بقى هو انت اغنى منك بكتير والله العظيم. الكلمه اللي اتقالت لي من بعديها قررت ان انا خلاص. هو انت فاكر ان انت اغنى من ربنا؟ فهو كان اول لما قال لي كده حسيت اللي هو اوكي، انت هتطلع واحد هيرجع لك 10، هتطلع 10 هيرجع لك 100. والله فخور جدا جدا واحنا جدا كمان جدا ان جدا. انت. انا فاكر على لا فكره فور سام والله ريزن العظيم يعني. كنت بشوف الفيديوز بتاعتك من زمان قوي، لا الموضوع في حته تانية. فبرافو والله عليك ده جدا يا عشان يوسف. التيم، والله العظيم التيم، والله العظيم مش بهزر، البرودكشن تيم والبودكاست تيم يعني. برافو بجد بجد. لا بجد I appreciate you guys. اخر حاجه قبل ما نقفل الابسود كاكا دي we're gonna lock it in. التيم كانوا حابين يسالوكوا اه، شويه اسئله عشان التيم اسئله بيحبوا ان يشوف فشخ. تحفه. هي مايا كانت بتسال انت احساسك ايه ان انت قعدت انجينيرنج وام اي تي، ويعني اتطحنت الطحنه دي، وبعد كده دلوقتي you're doing ان شو، عشان هي برضه لسه متخرجه وعايز تعرف الابروتش. اوكي ماشي. يعني بصي، فكرة giving up دي لو كانت حطيتها في دماغي ما كنتش هروح في حتة. ودي اكتر حاجة تشالنج في موضوع الجامعة، ان انت بتختار الميجر بتاعك وانت عندك 18 سنة، وده الميجر اللي هتكمل بيه بقية حياتك. فانا لما دخلت هندسة كنت ميكاترونكس مش ام اي تي. كان في دماغي ان انا عايز ابقى مهندس. انا بابايا one of my main role models في حياتي، وانا عايز اكبر ابقى زي بابا. وبعد كده وذان ال5 سنين دول العالم بيتغير، وانت بتتغير، والمايند سيت بتاعتك بتتغير. فوانا في ال5 سنين دي اكتشفت اللي هو ايه ده، لا ده انا انترستد في البيزنس بشكل اكبر بكتير. كنت داخل بحب هندسة ومبسوط اني دخلتها واتعلمت منها حاجات كتير. بس شغلي النهاردة حاجات كلها اتعلمتها في الحياة عشان انا بحبها. واكتشفت يعني، انا فاكر قوي كان في انترنشيب عملتها،
في بي ام دبليو في سمستر في السنه الثالثه. انبسطت قوي، كان في المصنع برودكشن لاين بقى، وشايف الحاجات، بنطلع نعمل تيست درايف العربيات. انبسطت قوي قوي قوي، بس ده كانت الحاجه اللي اتاكدت ان انا مش هشتغل مهندس. إنه انا هبقى تمام، مش هبقى شاطر. انا نفسي ابقى شاطر. اوكي مش انا مش تايكون بقى في البيزنس، انا هتعلم من اول وجديد ولسه بتعلم لحد بس دلوقتي. هي ما ينفعش بس اختار. انا مش هبقى، انا هنا هبقى تمام. انا مش عايز ابقى تمام، انا عايز ابقى هنا بس. فساعتها كانت هي دي الحته. بس اتعلمت منها حاجات كتير قوي، كمايند سيت، كبروبلم سولفنج، كحاجات كتير قوي. بس بلاش جيفنج اب، يعني جيفنج اب دي ملهاش لازمه يعني. ممكن سؤال تاني؟ مين اللي بيفكر في الفيري فيري فان لاينز اللي بتكتبوها على التي شيرتس والحاجات اللي هي فيها دارك هيومر كده شويه؟ التيم التيم يعني طب يعني بتشتغلوا بيها ازاي او كده؟ احكوا لنا مثلا بنعمل برين ستورمينج سيشنز. يعني الكريتيف بروسيس عامة أكتر حاجة انترستنج فيها إن إحنا بنقعد ورقة بيضاء، بنقعد نرمي حاجات، واللي هو أي حاجة حلوة وحشة نص نص. ودي حاجة أنا اتعلمتها من ادفرتايزنج، اللي هو مفيش حاجة اسمها فكرة وحشة، لأن أنت ممكن بس تقولي الفكرة الوحشة دي فحد تاني يفتكر طب وات اف عملنا كده، طب ما تخلوها كده، ونقعد نكرافت مع بعض. فالبرين ستورمينج سيشنز دي من أكتر الحاجات اللي هي بتطلع افكار كتير. اللي هو عارفه انت في حاجات في مخك بنقعد نرميها على الورق، بعد كده ناخد كل الافكار دي ننام عليها، وبعد كده نصحى تاني يوم نقعد تاني وهكذا. وان يكون التيم الكرييتيفز عامه اوير قوي بالحاجات اللي بتحصل. يعني زي موضوع الليست مثلا، التي شيرت اللي عملناها دي، اللي هو حد واخد باله قوي من ان دي لو نزلت يعني اتس فيري ريليفنت قوي دلوقتي، والناس هتبقى سخنة قوي شايفها عليها. بشكل معين. ف you have to برضه be smart على قد ما تقدري في الافكار اللي بتطلع. ممكن حاجه تبقى بتضحك قوي بس محدش هيشتريها، ممكن محدش حاجه يلبسها. تبقى محدش هيلبسها، وممكن حاجه تبقى اللي هو ذكيه enough ان هي في عدد كتير من الناس هيريليت للحته دي. فاهم قصدي؟ صابرين what do you do when you have a creative block؟ الكرييتيف بلوك دي من اكتر الحاجات اللي بجد بتبقى طبيعي قوي ان هي تحصل لاي كرييتيف. وانا بحس ان الحل الوحيد ان انت you have to zone out. ان انت عمرك دي من اكتر الحاجات اللي هي ما بتتحلش وانت جواها. انت بتحتاجي تبعدي عن المشكله، تنسيها، اعملي اي حاجه. لو انت مثلا عندك اي هوبي او مثلا محتاجه تفصلي دي literally الحاجه اللي انت you have to pause، وتاخدي كده بريك شويه، بعد كده ترجعي تاني. او ان انت تفكري. يعني مثلا من اكتر الحاجات اللي بحبها، واكشلي احنا بنحاول نعمل كده دايما، ان انت get inspired. لو انت عندك فكره بتدوري عليها لحاجه معينه، حاولي تجت انسبايرد بحاجات بعيدة عنها تماما. يعني احنا مثلا عشان تو ديزاين التيشيرت ممكن تجت انسبايرد بيافطة محل مثلا. فاهم قصدي؟ فلما يبقى عندك الاندرستاندنج بتاع قد ايه الموضوع واسع قوي كده، ما تزنقيش نفسك. يعني ما تبصيش على الديزاينز بتاع التيشيرتس، فتحي الموضوع قوي كده. وده في اي حاجة عامة. يبقى عندك مثلا كامبين محتاجة تفكري فيها في اريا معينة، وسعي قوي تفكيرك، عشان هو بجد الفكره literally ممكن تجيلك من يافطة محل زي ما انا قلت لك شفتيها، او من اتنين، وتكلمي مع ناس كتير قوي. يعني انا لو في حاجه عطلان فيها، البينج بونج ما بينك وما بين حد ده هو literally هو اكنه exercise لمخك. ان هو عمال هو عامل كده صح. قوي، بس هو عايز يفتح كده وتسمعي حاجات من حد تاني. فزي ما بقول لك زون اوت، بصي على حاجات ابعد، اتكلمي مع ناس. كل يعني تقريبا هي دي حاجات اللي هو لو دي ما ظبطتش حاجه تانية هتظبط. بس يعني it's totally fine ان انت يكون عندك creative block. I love it. That's a wrap. تحفه. جاحدين والله، انتوا جامدين شكرا فشخ. قوي يا جماعه.